السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده باذن الله اول حصه لينا في حصص كورس لم الفيزياء. ايه هو الكورس ده والكورس ده سنه كام وكل تفصيل انتوا عايزين تعرفوها. انتوا زي ما انتوا عارفين ان احنا ماده الفيزياء موجوده سنه اولى ثانوي. الناس اللي كانت مثلا جايبه درجه وحشه الترم الاولاني، الناس اللي واقعه في ماده الفيزياء، الناس اللي لسه ما ذاكرتش اي حاجه فيها عايزه تجيب درجه كويسه في الامتحان. احنا كنا عملنا الكورس ده الترم الاولاني، ولقينا لما عملناه الترم الاولاني ان هو حقق النتيجه الحمد لله كانت كويسه. هتلاقوا ان الفيدباك بتاعت الطلاب موجوده هنا، ودرجاتهم فرحوني بجد معاهم قوي الترم الاولاني، فقررناه الترم الثاني باذن الله. الكورس عباره عن ايه؟ ان احنا باذن الله بنعمل 4 حصص بنلم فيهم منهج الفيزياء، سواء انت كنت تعرف اي حاجه فيه او اللي هو انت حاسس ان انت الدنيا ضايعه منك، فلا، المكان الصح هو الكورس ده. طب ازاي ان انا احجز معاكم في الكورس ده؟ هتلاقي كده رقم هنا للواتساب، هتدخل على الرقم ده وتقول له ان انا عايزه احجز في كورس لم الفيزياء. عايزه اقول لكم ان احنا خدنا ناس يعني في ناس اصلا اشتركت معانا وباقي معانا اماكن محدوده. فهنبدا نستقبل جزء بسيط وبعديها هنقفل الحجز خالص، مش هيبقى في ناس تانية بصراحه. طب ليه بناخد عدد محدود؟ عشان اقدر اهتم بكل شخص معانا في الكورس. ان انا الكورس ده انا بفضل اتابع معاك لغايه ليله الامتحان، انت عملت ايه في الماده، حاجه واقفه قصادك، اتفرجت على الجزء ده وحاسس ان انت لا لسه مش فاهمه، فبنبدا نتابع مع بعض طول لغايه ليله الامتحان، سؤال واقف قصادي، كل الكلام ده. فبالاختصار كده احنا الكورس بتاعنا بتاع لم الفيزياء في 4 حصص. موجود الحجز من خلال رقم الواتساب اللي بيظهر لكم ده، هتدخل على رقم الواتساب ده او هتلاقوا في اول كومنت هسيب لكم لينك الواتساب، تقولوا ان احنا عايزين نحجز كورس الفيزياء بتاع اولى ثانوي، هيقول لكم التفاصيل وازاي ان انتوا تشتركوا. عايزه اقول لكم ان الكورس كله حرفيا بالملازم بكل حاجه اقل من 120 جنيه. يعني انتوا بقى متخيلين ان 4 حصص باقل من 120 جنيه، مش كمان ب 120 جنيه، فدي فرصه ما تتفوتش. الكورس بتاعنا هيكون عباره عن ايه؟ اول حصه هناخد فيها اللي هو الباب الثاني الفصل الثالث، هو الباب الثاني بتاعكم ده مفيهوش غير فصل واحد اللي هو كان بتاع قانون نيوتن، هو ده هناخده كله على بعضه خلاص. وبعديها ندخل على الباب الثالث اللي هو بتاع قوانين الحركه الدائريه وشده مجال الجاذبيه، كان بيتكلم كل الباب عن الحوارات دي، فاحنا هناخد الباب الثالث في الحصه الثانيه. طب والحصه الثالثه الفصل اللي هو الباب الرابع اللي كان بيتكلم عن الطاقه والشغل وكل الكلام ده هناخده برده. طب الحصه الرابعه دي بقى هنعمل فيها ايه؟ الحصه الرابعه دي هنبدا ان احنا نحل فيها امتحانين شاملين على المنهج كله. طب هو احنا الحصص اللي هم ال3 اللي فاتوا دول مش هنحل فيهم؟ لا اكيد طبعا هنحل فيهم. اول حصه هتلاقونا ان احنا بنشرح الجزء مثلا بتاع نيوتن بنحل عليه، تاني حصه اللي هي قوانين الحركه الدائريه بنشرح القوانين كلها ونبدا ان احنا نحل عليها. هل بنحل اي اسئله كده وخلاص؟ لا طبعا، بتكون الاسئله اللي احنا شايفين انها فكره وفيها حاجات مهمه وبتيجي في الايه، في الامتحانات. كل حصه هتلاقوني ان انا بكون عامله ملخص للفصل كله في صفحه، وبعديها اسئله بقى على الجزء ده زي الملزمه اللي معايا دي، هي دي بتتبعت لكم PDF وانتوا بتبداوا ان انتوا ايه تطبعوها. يلا بينا نبدا بقى الحصه بتاعتنا. زي ما قلت لكم الناس اللي عايزه تشترك هو ده الرقم، والحقوا احجزوا اماكنكم قبل ما العدد يكتمل. بس يا شباب الخلاصه، الناس اللي عايزه تشترك معانا هتبعت للرقم ده على الواتساب. زي ما قلت لكم اول حصه بس هي اللي هتنزل مجانيه، لكن باقي الحصص هتنزل للناس المشتركه بس معانا في الكورس، عشان نقدر زي ما قلت لكم ان احنا نهتم بالناس اللي موجوده معانا، ويكون الكورس ده فعلا حقق الفايده بتاعته. وزي ما قلت لكم هو السعر بتاعه رمزي، مش حاجه كبيره. انتم يعني الاسعار بتعبر الحصه او الثانيه او الثالثه او الرابعه، بتشوفوا ال4 حصص بتكون بمبالغ، لكن انا عامله حاجه بملازمها بكل حاجه ومتعوب فيها، وبفضل معاك حرفيا لغايه ليله الامتحان، كل ده بسعر بسيط ورمزي. يا رب يكون الحصه تعجبكم وتكونوا فهمتوا ولميتوا الجزء ده كده كويس، وكون الدنيا ما تكونش معاكم مكلكعه. لا، الفيزياء الترم ده بسيطه وسهله، فنحاول على قد ما نقدر ان احنا نجيب فيها درجه كويسه. يلا بينا نبدا ونقول بسم الله. النهارده باذن الله هنبدا اول حصه لينا، فهنبدا في الباب اللي هو كان بتاع قانون نيوتن الايه الثاني. طب قانون نيوتن الثاني ده كان فيه كام حاجه؟ كان فيه 3 حاجات خدناهم فيها. اول حاجه كميه التحرك، ثاني حاجه قانون نيوتن الثاني كان عباره عن ايه، ثالث حاجه الفرق ما بين الكتله والوزن. فاحنا كلامنا النهارده في خلاصه الشرح هنتكلم عن ال3 حاجات دول. يعني ايه اصلا اول حاجه كميه التحرك؟ هتلاقيني اول حاجه كميه التحرك، هتقولي ان ايه كميه التحرك دي؟ يعني ايه كميه التحرك؟ زي ما كده كنتوا بتاخدوا الترم الاولاني العجله، هي كميه فيزيائيه. طب كميه فيزيائيه بجيبها لمين؟ بجيبها لاي جسم بيتحرك. يبقى كميه التحرك اول حاجه هي كميه فيزيائيه زي الكميات الفيزيائيه اللي موجوده عندنا في الفيزياء عموما، باخدها لاول مره. رمزها ايه كميه التحرك دي؟ رمزها بي. طب البي دي انا عرفت ان هي رمزها كميه التحرك بي، ليها قانون ولا ملهاش؟ اكيد، ما انا اي كميه فيزيائيه باخدها بيكون ليها قانون. انا بقول ان كميه التحرك دي بجيبها لاي جسم بيتحرك.
طب انا لو قلت ان انا الجسم بتاعي بيتحرك يبقى ليه سرعه ولا ملهوش؟ اكيد ليه سرعه. طب ليه كتله ولا ملهوش؟ اكيد ليه كتله. يبقى كميه التحرك هي حاصل ضرب كتله الجسم في ايه؟ في سرعته. يبقى البي بتساوي ام في ايه؟ في في. يبقى انا عرفت اول حاجه ان كميه التحرك رمزها بي. طب البي دي قانونها ايه؟ بتساوي حاصل ضرب كتله الجسم في سرعه الايه؟ الجسم. بعد ما عرفت ان هي كميه فيزيائيه قانونها ايه واسمها ايه وكل حاجه، عايزه اعرف هي كميه متجهه ولا قياسيه. من الترم الاولاني هشوف هي البي دي بتساوي حاصل ضرب ايه؟ كتله في سرعه. الكتله دي كميه ايه؟ قياسيه. والسرعه كميه متجهه. طب يا ميس انا ناسي بقى يعني ايه كميه قياسيه يعني ايه متجهه. كنا بنقول جسم كتلته 5 كيلو جرام او شنطه كتلتها 5 كيلو جرام. هو انا لما بقول الشنطه دي كتلتها 5 كيلو جرام ينفع اقول ان الشنطه دي متجهه نحو الشمال؟ لا، الكلام ده مش منطقي. يبقى عشان كده بقول عليها كميه قياسيه. لما باجي بعرفها بقول الكتله كام بالظبط، يعني الرقم كام وخلاص. طب السرعه كميه قياسيه ولا متجهه؟ لما اقول عربيه سرعتها 5 متر على الثانيه ومتجهه نحو الشمال، كنت بقول اهو مقدار واتجاه، يبقى السرعه كميه ايه؟ متجهه. يبقى انا كده لما اجي اضرب بقى كميه قياسيه في كميه متجهه تطلع لي كميه التحرك دي كميه ايه؟ متجهه. خلاص، يبقى اول حاجه عرفت ان هي البي بتساوي ام في، وان البي دي كميه متجهه. طب انا عايزه اعرف هل كميه التحرك دي كميه مشتقه ولا اساسيه؟ مشتقه. ليه مشتقه؟ لان ليها ايه؟ قانون بتساوي حاصل ضرب كتله في ايه؟ في سرعه. يبقى ايه؟ كميه متجهه وكمان مشتقه. يبقى اكتب كده عند كميه التحرك اول حاجه عرفتها عنها ان رمزها بي بتساوي ام في حاصل ضرب كتله الجسم في سرعته، وان هي كميه متجهه ومشتقه. طب انا عايزه اعرف وحده قياسها. وحده قياسها ينفع اجيبها من القانون؟ عادي. البي بتساوي ايه؟ ام في. الام دي ايه؟ كتله. الكتله بتتقاس بالكيلو جرام، والفي دي مين؟ سرعه. يبقى كيلو جرام في متر على الايه؟ على الثانيه. طب ليه كتبت متر على الثانيه؟ عشان متر على الثانيه هي وحده قياس الايه؟ السرعه. خلاص، يبقى دي وحده الايه؟ القياس. عرفت ان القانون ان البي بتساوي ام في. هبدا بقى احلل القانون بتاعي. اكتب القانون كده بتاعي هنا اهو في مثلث. البي بتساوي ام في ايه؟ في في، واعمل ما بينهم علامه ايه؟ طب العلاقه ما بين البي والام علاقه طرديه لانهم على نفس السطر. العلاقه ما بين البي والفي علاقه طرديه برضو. فلو جيت رسمت العلاقه ما بين البي والام علاقه ايه؟ طرديه. والبي والفي علاقه برضو طرديه. طب انا كنت اول ما بشوف اي رسمه شبه كده كنت بجيب حاجه اسمها الميل. الميل بجيبه ازاي؟ فرق الصادات على فرق السينات. يبقى الميل اللي هو ايه؟ السلوب. كنت بقول فرق الصادات على فرق السينات. مين اللي موجود هنا على الصادات؟ البي. مين اللي موجود على السينات؟ الام. يبقى بي على ام. لما بقسم بي على ام اهو من القانون الاساسي يديني مين؟ السرعه. يبقى هو هنا لو عاوز الميل، الميل بيساوي الايه؟ السرعه. ولو عاوز السرعه ممكن اجيبها من على الارقام اللي بتكون موجوده في الميل واقوم جايبها. ممكن الميل احنا قلنا ان هو بيتجاب بطريقتين، يا اما يكون جايب لي ارقام على الصادات وارقام على السينات، يا اما يكون جايب لي هنا ايه؟ زاويه واخد تاني الايه؟ الزاويه. طب هنا الرسمه دي نجيب فيها الميل بيساوي ايه؟ كرموز. يبقى بي على ايه؟ على في. طب حضرتك لما بتقسم بي على في بيديك مين؟ ام الكتله. خلاص. عندي علاقه ثالثه. لو رسمت علاقه ما بين الام وواحد على الفي، هي العلاقه ما بين الام والفي علاقه عكسيه. ليه؟ لان الفي بتساوي بي على ام. يبقى اهو لو كتبت الفي بتساوي بي على ام، هي الفي في البسط والام في الايه؟ في المقام. يبقى العلاقه ما بين الكتله والسرعه علاقه ايه؟ عكسيه. فعشان كده لما بكتب علاقه ما بين ام وواحد على في بحولها من عكسيه لايه؟ لطرديه. طب انا عايزه اجيب الميل في الرسمه دي عشان بتيجي كتير. الميل في الرسمه دي هقول ان الاسلوب بيساوي فرق الصادات على فرق السينات. يبقى ام على واحد على ايه؟ على في. خلاص، ام على واحد على في. طب لما اقسم ام على واحد على في، مقام المقام يعني ده مقام في المقام الايه؟ التاني. يعني ده مقام تاني في المقام الايه؟ الاساسي. فمقام المقام بيطلع ايه؟ بسط بس يطلع مضروب. يعني الفي دي لما تطلع فوق تبقى ام في ايه؟ في في. وكده كده الواحد في المقام ملوش لازمه. ام في في ده كان قانون مين؟ كميه الايه؟ التحرك. يبقى الرسمه دي الاسلوب فيها بيساوي الايه؟ البي. يبقى لو جاب لي رسمه شبه كده ومديني مثلا ان هنا ده جسم اسمه ايه وجايب لي الزاويه دي مثلا دي ب 30 وعاوز كميه التحرك، يبقى اجيب تان ايه؟ 30. هنشوف الكلام ده اكتر في الاسئله وهنفهم اكتر في الايه؟ في الاسئله. بعدها تعالوا بقى نشوف قانون نيوتن الثاني. قانون نيوتن الثاني النص بتاع القانون بتاعه بيقول لي ايه؟
القوة المحصلة المؤثرة على جسم ما بتساوي المعدل الزمني للتغير في كمية تحرك هذا الجسم. يعني ايه؟ هو انا لو جسم معين انا رحت اثرت عليه بقوة، هل انا معناه ان انا اثر عليه بقوة انا اغير في سرعته؟ ما انا لو اثرت عليه بقوة ممكن ان انا ازود في ايه؟ في سرعته. يعني لو عربية كانت ماشية وانا رحت زقيت العربية دي اكتر، هتلاقي ان سرعتها زادت ولا ما زادتش؟ زادت. معنى ان سرعتها زادت يبقى كمية التحرك بتاعتها هتزيد ولا لا؟ هتزيد. يعني ما العلاقة ما بين البي والبي علاقة ايه؟ طردية. يعني كل ما السرعة زادت البي هتزيد. يبقى معنى كده ان انا لما باثر على جسم بقوة كمية التحرك بتاعته بتتغير. كل ده بيحصل في زمن معين ولا لا؟ اكيد طبعا. فعشان كده نص قانون نيوتن الثاني بيقول لي ايه؟ القوة المحصلة المؤثرة على جسم ما مالها بتساوي المعدل الزمني للتغير في كمية تحرك هذا الجسم. تعالوا بقى نشوف بقى القانون ده كعلاقة رياضية. احنا بنقول ان القوة المحصلة بتساوي مين؟ ادي القوة المحصلة بره، قال لي المعدل الزمني للتغير في كمية التحرك. لما كنا بنقول تعريف العجلة هي المعدل الزمني للتغير في السرعة من الترم الاولاني، كانت تبقى العجلة الايه؟ بتساوي في على تي في القانون. احنا لما اقول ان القوة بتساوي المعدل الزمني للتغير في كمية التحرك، يبقى الاف بتساوي في على ايه؟ على تي. خلاص؟ ويبقى ده اول قانون لقوانين نيوتن الايه؟ التاني. طب انا خدت ان البي بتساوي ام في ايه؟ في في. ينفع اشيل البي دي واحط بدلها ام في في؟ عادي. وانزل التي زي ما ايه؟ زي ما هي. طب ثانيه واحده، هو انا لسه بقول ان العجله هي ايه؟ هي المعدل الزمني للتغير في السرعه. طب تعالوا كده نبص هنا، المعدل الزمني للتغير في السرعه، يبقى انا ينفع احط الام دي زي ما هي والفي على تي اشيلها واحط بدلها ايه؟ ويبقى اخر قانون من قانون نيوتن الثالث ان الاف بتساوي ام في ايه؟ ويبقى كده قانون نيوتن الثاني ليه 3 قوانين او ليه 3 صيغ رياضيه. اول حاجه ان الاف بتساوي بي على تي، رحت فكيت البي اللي هي كميه التحرك، يبقى البي بتساوي ام في، يبقى الاف بتساوي ام في على ايه؟ على تي. طب القانون الثالث الفي على التي لما اشيلها بتساوي الايه؟ الاي، والاف بتنزل زي ما هي، الاف بتساوي ام في ايه؟ في ايه. يبقى كده قانون نيوتن الثاني ليه 3 صيغ رياضيه. طب انا هحل باني؟ على حسب المعطيات بتاعه الايه؟ السؤال. خلاص؟ طب انا جبت خلاص كده عرفت ان القوه المحصله بتاعه نيوتن بتساوي كذا وقوانينها. طب القوه بتتقاس بالايه؟ القوه بتتقاس بالنيوتن، اي قوه عندي بتتقاس بالنيوتن. طب دي الوحده بتاعه العالم نيوتن. طب في وحده ينفع اجيبها من القانون؟ عادي. انا بقول ان القوه وحده قياسها النيوتن، والوحده المكافئه اللي هي تكافئ يعني اللي انا بجيبها من القانون. اشوف واحده واحده، الاف بتساوي ايه؟ ام في ايه؟ الام دي مين؟ كتله، يبقى كيلو جرام. في ايه؟ اللي هي الايه؟ العجله. العجله بتتقاس بايه؟ بمتر على الثانيه ولا متر على الثانيه تربيع؟ بتتقاس بمتر على الثانيه تربيع، يبقى كيلو جرام في متر على الثانيه ايه؟ تربيع. بصوا كده بس الفت نظركم لحاجه، هي الاف بتساوي بي على ايه؟ على تي. الاف بتساوي بي على تي. ينفع اجيب قانون للبي من القانون ده؟ اضرب طرفين في وسطين. الاف كأن تحتها كام؟ 1، يبقى الاف في تي بتساوي ايه؟ بي. يبقى البي ليها قانون تاني اللي هو اف في ايه؟ في تي. يعني لو ضربت مقص كده اهو يبقى البي في 1 بتساوي اف في ايه؟ في تي. يبقى البي ليها قانون كده تاني اكتبه ان هي بتساوي اف في تي، قوه في ايه؟ في زمن. ينفع بقى انا جبت لها قانون تاني، ينفع اجيب لها وحده قياس ثانيه من القانون ده؟ عادي. دي كانت اول وحده قياس، يبقى تاني وحده قياس البي بتساوي اف في تي. الاف دي ايه؟ قوه بتتقاس بالايه؟ بالنيوتن، والتي ده زمن، يبقى نيوتن في ايه؟ في ثانيه. والوحده دي هي اللي بتيجي على كميه التحرك لو عاوزها في الايه؟ في الاخطر. خلاص؟ يبقى انا الوحدات والوحدات المكافئه مجرد ما انا عارفه القانون وعارفه القانون ده ممكن افكه وكان جاي منين، اعرف ان انا اجيب الوحدات بنفسي، مش لازم ان انا ايه؟ احفظها. يبقى احنا خدنا اول حاجه كميه التحرك وعرفنا قانونها ووحدات قياسها والعلاقات اللي فيها. تاني حاجه خدنا قانون نيوتن الثاني والقوانين بتاعته. ابدا بقى احلل القانون بتاعي اللي هو اف بتساوي ام في ايه ده. ادي اهو القانون بتاعي، اف بتساوي ام في ايه. انا بعمل لكم المثلثات عشان انتوا بتحبوا المثلثات. الاف بتساوي ام في ايه، يبقى الام هنا بتساوي ايه؟ اف على ايه. طب والايه هنا بتساوي اف على ام. يعني لو عاوز العجله من القانون ده يبقى الايه هتساوي اف على ام. خلاص؟ طب هنا العجله بتتناسب طردي مع مين؟ مع القوه، وعكسي مع مين؟ مع الكتله. طب انا اثبت الكلام ده ازاي؟ قلت لك لو عندي حاجتين مثلا ايه، عندي الايه مثلا بتتناسب مع الاف علاقه طرديه. عندي مثلا عجله
او عندي عربيتين، وعربيه زقتها مثلا ب 10 نيوتن، وعربيه زيها بالظبط زقتها ب 100 نيوتن، مين اللي هتمشي عجله اكتر؟ اللي زقتها بقوه ايه كبيره. يبقى كل ما بزق بقوه كبيره او بديها قوه كبيره بتمشي عجله ايه اكبر. يبقى وقتها العلاقه ما بين الاي والاف علاقه فعلا ايه طرديه. طب العلاقه ما بين الاي والام علاقه عكسيه، اعرف منين؟ قلت لك لو عندي عجله وعربيه وجيت انا رحت زقيت الاثنين بنفس القوه، يعني اديت لي دي 10 نيوتن واديت لي دي 10 نيوتن، مين هتمشي اكتر؟ العجله، لان كتلتها ايه اقل. يبقى اللي كتلتها اقل مشيت عجله ايه اكبر. يبقى العلاقه ما بين العجله والكتله علاقه ايه عكسيه. خلاص ماشي. يبقى عشان الموضوع ده بيجي كتير. بعديها هنا قال لي بقى لو في عربيه او اي جسم يعني، والجسم ده السطح ده بتاعي خشن، السطح خشن، يبقى الجسم ده بيعاني من قوه احتكاك ولا لا؟ يبقى هنا في قوه ايه احتكاك. وفي الناحيه الثانيه مثلا لو دي عربيه في قوه المحرك بتديها قوه عشان تقدر ايه تحركها، فبسميها القوه الايه المؤثره. يبقى انا عندي جسم بتاثر عليه قوتين، قوه اللي بتحركه اللي هي مثلا زي العربيه قوه المحرك اسمها قوه مؤثره، ولو عشان السطح ده خشن ففي قوه ايه احتكاك. فالجسم بيعاني من كام قوه؟ 2 بيأثروا عليه، واحده في الاتجاه ده وواحده في عكس الاتجاه. لو قلنا ان القوه المؤثره دي مثلا يا شباب ب 500 نيوتن وقوه الاحتكاك مثلا ب 40 نيوتن، خلاص، ففي الاخر الجسم بيتحرك بقد ايه؟ بقوه قد ايه؟ هتقول لي هنطرح ال 500 ناقص ال 40، يعني انت عشان تجيب القوه المحصله اللي خلت الجسم يتحرك في الاخر طرحت القوه المؤثره ناقص قوه الاحتكاك. ما هو ال 500 ناقص 40 يعني القوه المؤثره ناقص قوه الاحتكاك. يعني قلت اهو لو عايزه اجيب القوه المحصله هقول القوه المؤثره ناقص قوه الايه الاحتكاك. طب ثانيه واحده يا شباب، هي القوه المؤثره دي القوه المحصله دي هي القوه بتاعت انهي؟ القوه بتاع قانون نيوتن الايه الثاني، القوه المحصله. ينفع اشيلها واحط قانونها مثلا اللي هو ام في ايه؟ عادي، واقول ان الام في الايه بتساوي القوه المؤثره ناقص قوه الاحتكاك. عادي ولا مش عادي؟ عادي. طب لو السطح بتاعي املس او عديم الاحتكاك او عديم، ما هو املس يعني عديم الايه الاحتكاك، وقتها قوه الاحتكاك دي هتكون بكام؟ بصفر. يبقى وقتها القوه المحصله هتساوي القوه الايه المؤثره. خلاص. يبقى وقتها ممكن اقول ان قانون القوه المؤثره هي كمان ممكن بيساوي ايه؟ ام في ايه، او بيساوي بي على تي، او بيساوي ام في على تي، اي قانون من قوانين القوه الايه المحصله. خلاص. فاضل لي بقى الفرق ما بين الكتله والوزن، وهديكم بقى شويه ملاحظات بقى لحل المسائل، وبعدها نبدا حل ايه مسائل. تعالوا بقى نفرق ما بين الكتله والوزن. اول حاجه يعني ايه كتله؟ لو انا قلت لك ان انا عندي مثلا عربيه نقل وعندي مثلا عجله، وجيت ان انت تحرك الاثنين من مكانهم، هتقدر تحرك انهي؟ العربيه النقل ولا العجله؟ اكيد العجله. ليه؟ لان العجله كتلتها ايه صغيره. يبقى تعريف الكتله هي مقدار ممانعه الجسم لاي تغير في حالته الايه الحركيه. طب الكتله رمزها ايه؟ ام. طب الكتله قانونها ايه؟ من قانون نيوتن، الاف بتساوي ام في ايه، يبقى الام بتساوي اف على ايه على ايه. خلاص. يبقى قانون الكتله اف على ايه؟ القوه على العجله. يبقى الام اللي هي الكتله بتساوي اف على ايه؟ القوه على الايه على العجله. طب الكتله بتاعتي انا كتلتي هنا على سطح الارض 50 كيلو جرام، لو رحت على سطح المريخ رحت على سطح القمر كتلتي هتفضل 50 كيلو ايه جرام. يبقى الكتله بتاعتي ثابته في اي مكان ما بتتغيرش. يبقى التاثر من مكان اقول ان الكتله بتاعتي ايه ثابته في اي مكان. الكتله بتاعتي بتتقاس بالايه؟ بتتقاس بالكيلو جرام. الكتله كميه قياسيه ولا متجهه؟ قياسيه. وقلنا ليه في اول الحصه الكتله كميه اساسيه ولا مشتقه؟ اساسيه، لان انا لما باجي اجيبها بقول على طول بقيسها بالميزان وخلاص هي كده جبتها، ما بقعدش بقى اعمل مثلا ايه قوانين كتير او ان انا اعمل عمليات رياضيه ايه كتير. بعدين ندخل بقى على الوزن. ايه هو الوزن؟ من تعريف رابعه ابتدائي وكنا واخدينه قبل كده، هو الوزن هو قوه جذب الارض لايه للجسم. كنت بقول ايه اللي بيخليني واقفه كده مكاني يعني ثابته مكاني؟ قوه جذب الارض للجسم اللي هي قوه الايه الجاذبيه. فعشان كده تعريف الوزن هو قوه جذب الارض للجسم. طب الوزن بتاعي رمزه ايه؟ رمزه دبليو، من كلمه الوزن بالانجليزي تقريبا اولها دبليو. تمام. عشان كده خدنا اول حرف، فيبقى الوزن اوله دبليو بالايه الرمز بتاعه. طب الوزن بتاعي قانونه ايه؟ الدبليو بتساوي الكتله في عجله الجاذبيه، الكتله اللي هي مين؟ ام.
في عجله الجاذبيه اللي هي الايه الجي اللي احنا خدناها في الترم الاولاني. خلاص عجله الجاذبيه دي في عجله الجاذبيه على سطح الارض وفي عجله جاذبيه لاي كوكب تاني غير سطح الارض. يعني الجي بتتغير من كوكب لايه لاخر. يعني احنا مثلا الجي على سطح الارض ليها قيمه مثلا 10، على القمر سدس قيمتها، يعني ال10 دي بتقل السدس، يعني بتبقى مثلا 1 و6. فمعنى كده ان الجي بتتغير، يبقى الوزن بتاعي ثابت. زي ما مثلا لو وزني 50 نيوتن على الارض هيكون وزني على سطح القمر بنفس ال50؟ لا، لان وقتها هتضرب كتلتي في الجي بتاعت على سطح الايه القمر. اقول تاني، الدبليو بتساوي ام في جي، كتلتي ثابته، لكن الجي دي عجله الجاذبيه، دي عجله الجاذبيه بتتغير من مكان لايه لاخر. عجله الجاذبيه على سطح الارض غير عجله الجاذبيه على سطح الايه القمر، لان احنا بنقول اصلا تكاد تكون الجاذبيه على سطح القمر معدومه، فمعنى كده ان قيمتها بتقل. فانت لما تيجي تجيب الوزن بتاعي على سطح الارض غير وزني على سطح الايه القمر، فالوزن بيتغير من مكان لايه لاخر. فهنا الوزن في التأثر من مكان هقول بيتغير من مكان لاخر. خلاص. طب الوزن بتاعي ده كميه قياسيه ولا متجهه؟ متجهه، واتجاهها نحو مركز الارض، ما بنقول هو قوه جذب الارض للجسم. خلاص. كميه مشتقه ولا لا؟ مشتقه طبعا، لان ليها ايه قانون. الوزن الدبليو بتساوي ام في جي. طب احنا عرفنا الوزن بيتقاس بالايه؟ انا قلت لك وزني 50 نيوتن لو كنت سمعتها. الوزن هو قوه، فبرضه بيتقاس بالايه؟ بالنيوتن. يبقى اكتب كده ان الوزن جنبه بيتقاس بالنيوتن، الكتله بتتقاس بالكيلو جرام. خلاص. الفرق ما بين الكتله والوزن اللي انا عايزه اعرفه لما يجي يقول لي النسبه ما بين كتله الجسم على سطح القمر لكتلته على سطح الارض كام على كام؟ 1/1. لكن النسبه ما بين الوزن هي اللي بتتغير، لان الكتله ثابته لكن الوزن بيتغير. وعايزه اعرف معلومه مهمه برده كنت واخدينها قبل كده، ان قيمه عجله الجاذبيه على سطح القمر سدس قيمتها على سطح الايه الارض. يعني لو مديك عجله الجاذبيه الارضيه ب10 وعاوز عجله الجاذبيه الارضيه على سطح القمر، يبقى هضرب ال10 دي في كام؟ في سدس. خلاص. عشان لما تيجي تجيب الوزن وقتها هتضرب، يعني مثلا هو عاوز الوزن على سطح القمر، يبقى الجي اللي هستخدمها الجي بتاعه الارض ولا الجي بتاعه القمر؟ الجي بتاعه القمر. لو عاوز الوزن على سطح الارض يبقى الجي اللي هستخدمها جوه القانون الجي بتاعه مين؟ الارض. لو عاوز الوزن على كوكب المريخ يبقى الجي اللي هستخدمها بتاعه كوكب المريخ. يبقى اخد بالي ان الدبليو بتساوي ام في جي، والجي دي بتاعه المكان اللي هو عاوز فيه الايه الوزن. خلاص. حاجات بقى ملاحظات هستخدمها من القديم وجمعتها كده من الدرس بتاعي، ممكن انت ما تاخدش بالك منها بس انا مجمعها لك كلها برده في الملزمه هتلاقيها وهنتناقش فيها هنا. اول حاجه معادلات الحركه. معادلات الحركه بتاعت الترم الاولاني، وانا هحتاجها تاني الترم ده؟ هتحتاجها. طب ليه؟ البي بتساوي ام في ايه؟ في في. كتله في ايه؟ في سرعه. السرعه هنا لو مش مديها لك دايركت انت ممكن تجيبها من معادلات الحركه. الاف اللي هي القوه المحصله بتساوي ايه؟ ام في ايه؟ كتله في ايه؟ في عجله. الاي لو مش مديها لك اللي هي العجله دايركت هتجيبها من معادلات الحركه. معادلات الحركه اول معادله كانت بتقول الفي اف بتساوي في اي زائد الاف تي. الفي اف دي كانت السرعه النهائيه، الفي اي دي كانت السرعه ابتدائيه، الاي دي العجله، التي ده الزمن. تاني معادله الدي بتساوي في اي تي زائد نص اي تي تربيع. الدي ازاحه، في سرعه ابتدائيه، تي زمن، نص العجله في مربع الايه الزمن. ثالث معادله في اف تربيع بتساوي في اي تربيع زائد 2 اي دي. مربع السرعه النهائيه بيساوي مربع السرعه الابتدائيه زائد 2 في العجله في الايه في الازاحه. الكلام ده لو الجسم بتاعي كان بيتحرك حركه افقيه. طب لو الجسم بيتحرك مثلا سقط او قذف كنت بشيل بدل الايه واحط بدلها جي اللي هي عجله الجاذبيه الايه الارضيه في 3 معادلات. خلاص. المعادلات بتاعه الحركه مهمه، ان انا ممكن يكون مديني الفي اي والاي والتي وعاوز الفي اف عشان استخدمها في اني هجيب كميه الايه التحرك. خلاص. بعدها بيقول لي عند تحرك الجسم بسرعه منتظمه، يجي يقول لي جسم بيتحرك بسرعه منتظمه كتلته 1000 كيلو جرام، تكون القوه جسم يتحرك بسرعه منتظمه 2 متر على الثانيه وكتلته 1000 كيلو جرام، تكون القوه المحصله المؤثره على الجسم بتساوي كام؟ ويديني ارقام ويديني رقم 0. اختار ايه؟ هو الجسم بيتحرك بسرعه منتظمه كده من الترم الاولاني. طول ما هو بيتحرك بسرعه منتظمه سرعته بتتغير؟ لا، ما سرعه منتظمه يبقى العجله بكام؟ بصفر، لان العجله هي التغير في السرعه وهنا مفيش تغير في السرعه، يبقى معناها ان العجله بزيرو. طب لما العجله بزيرو يبقى القوه هتبقى بكام؟ بزيرو. ما الاف بتساوي ام في ايه؟ لما اجي اضرب الكتله في زيرو هتديني القوه بالايه؟ بصفر. خلاص. يبقى اخد بالي لو قال لي ان الجسم بيتحرك بسرعه منتظمه اعرف ان العجله بزيرو وبالتالي القوه المحصله بايه؟ بزيرو. تاني نقطة كمان، لو قال لي ان الجسم بتاعي وصل لاقصى ارتفاع تكون كمية التحرك بتاعته عند اقصى ارتفاع بكام؟ هو عند اقصى ارتفاع السرعة النهائية بتكون بكام؟ بزيرو. يبقى وقتها كمية التحرك البي بتساوي ام في اف. يبقى الام مثلا كانت ب1000 في زيرو هتديني كمية التحرك بكام؟ بزيرو. يبقى
كميه التحرك عند اقصى ارتفاع بزيرو، الجسم بتاعي بيتحرك بسرعه منتظمه، يبقى العجله بزيرو، يبقى القوه المحصله اللي هو عاوزها بكام؟ بزيرو. بعديها لو جه قال لي سقط جسم، معنى ان سقط جسم يبقى اول حاجه السرعه الابتدائيه اعرفها بايه؟ بزيرو. بعديها هو الجسم وهو بيسقط، يبقى معنى كده ان السرعه بتاعته وهو نازل بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد، لان هو رايح في اتجاه عجله الايه؟ الجاذبيه، يبقى سرعته بتزيد، يبقى كميه التحرك وهو لما بيسقط يبقى كميه التحرك كمان بتزيد، لان العلاقه ما بين البي والفي علاقه طرديه. يبقى لو قال لي سقط جسم اعرف ان هو نازل سرعته بتزيد، وقتها وهو نازل سرعته بتزيد، يبقى بالتالي كميه التحرك وهو نازل هتبدا تزيد. اول حاجه هو لسه بدا ان هو يسقط، كانت الفي اي بكام؟ بزيرو، يبقى كميه التحرك كانت بزيرو هي كمان، لان السرعه كانت بزيرو. هيبدا بعدها سرعته تزيد، يبقى كميه التحرك كمان بتزيد. بعديها لو قال لي بقى ان انا قذفت جسم، لما بقذف جسم الاعلى قذفته الاعلى، يبقى وهو طالع سرعته بتقل، السرعه بتقل، يبقى بالتالي كمان كميه التحرك هتقل. ادي الملاحظه اهي، ودي الثانيه اهي. قذف جسم يبقى تقل السرعه، يبقى كميه التحرك اللي هي البي اهو كانت تقل البي. خلاص. بعدها بيقول لي في المسائل بقى، دي ملاحظات كده على المسائل، لو قال لي عاوز النسبه بين كميتين تحركين جسم، كميتين تحركين جسم، يبقى عاوز يعني قال لي في جسمين، الجسم الاولاني كتلته كذا وسرعته كذا، والجسم الثاني كتلته كذا وسرعته كذا، عاوز النسبه بين كميه التحرك الجسم الاول للجسم الثاني، يبقى اقول بي 1 على بي 2 بتساوي ام 1 في في 1 على ام 2 في في 1. طبقت القانون بتاعي، ما عملتش اي حاجه. طب لو قال لي عاوز النسبه بين قوتين جسمين، يبقى اف 1 على اف 2 بتساوي ام 1 في اي 1 على ام 2 في اي 2. قوانين عاديه، بس هنا بدل ما في جسم واحد في جسمين. خلاص. ثالث ملحوظه، لو قال لي اثرت قوتان متساويتين، فالنسبه بين عجلتي الجسمين، لو قال لي ان في جسمين، الجسمين دول اثرت عليهم نفس القوه، وعاوز النسبه بين عجلتهما ومديني النسبه، وعاوز النسبه بين عجلتهما ومديني النسبه بين الكتله بتاعتهما، يبقى النسبه بين العجله بتاعت الجسم الاولاني العجله بتاعت الجسم الثاني، هو الجسم بتاعي العلاقه ما بين العجله والكتله قلنا علاقه عكسيه، فلما اجي اقول ان الجسم اللي هتكون مثلا عجلته الاولى هتكون كتلته قصادها الثانيه، والجسم 2 يبقى قصاده ام 1. معناه ايه؟ هو الجسم قلنا العلاقه ما بين الاي والام علاقه عكسيه، فلما حطيت هنا 1 لازم احط ام 1 تحت، حطيت هنا 2 يبقى ام 2 فوق، يعني واحده فيهم تكون في البسط والثانيه في في المقام، عشان احقق العلاقه العكسيه. يعني معنى ان الجسم مثلا اللي هتكون عجلته كبيره هتكون كتلته صغيره، واللي هتكون عجلته صغيره هتكون كتلته كبيره. خلاص. وهنعرف الكلام ده اكتر وهيوضح اكتر في المسائل. الحاجات دي كلها دي حاجات يعني ملاحظات هحتاجها في في المسائل. هتلاقيني مثلا ان انا بعوض في العلاقه دي على طول، فتكون فاهم ان انا العلاقه دي كنت جايبها منين. بعدها لو قال لي ان الجسمين دول ليهم نفس كميه التحرك، في السؤال قال لي ان الجسمين ليهم نفس كميه التحرك، يبقى الحاجه اللي هحطها اقول ان البي بتاعت الاولاني بتساوي البي بتاعت الثاني. معنى كده ان الام 1 في في 1 بتساوي ام 2 في في 2. ما هو قال لي ان كميه التحرك ليهم متساويه، يبقى بي 1 بتساوي بي 2، يبقى ام في في بتاعت الاولاني بتساوي ام في في بتاعت الثاني. ده اللي انا عملته. هنفهم الكلام ده زي ما قلت لكم اكتر في المسائل. تعالوا بقى ندخل على جزء الحل. هتلاقوا ان الملزمه انا بعتها لكم، يا ريت تطبعوها عشان وانا بحل تكون قصادكم ونحل سوا. تعالوا يلا بقى ندخل على الجزء بتاع الحل، وبرده ندي كده شويه ملاحظات كويسه جدا في الجزء بتاع الحل. يلا شباب، ده شكل الملزمه بتاعتنا، هي دي نفس الPDF اللي انا بعته لكم. رحت عند المطبعه او اي واحد بيطبع او بتاع تصوير، وقلت له ان انا عاوزه الملزمه دي اطبعها شكل الملزمه اللي هو البوكلت، او اللي هو عايزه اطبعها على ورق A3. هيطبعها لك بالشكل ده، اللي هو زي ما انتم بتشوفوا، اللي هو بيكون فيه دبوس كده في النص، والورق بتاعي موجود. تمام. الملزمه دي بتاعت اول حصتين، فيها الملخص بتاع الباب الثاني اللي هو قانون نيوتن الثاني وكميه التحرك والفرق ما بين الكتله والوزن، وكمان الباب الثالث اللي بعده اللي هو كان بيتكلم عن قوانين الحركه الدائريه. هنسيبنا من اول صفحتين دول تبع الباب اللي بعده، يعني الباب اللي هو لسه الثالث. الباب بقى اللي احنا خدناه النهارده ادي اهو الملخص بتاعه، وزي ما قلت لكم انا بعتها لكم PDF تقدروا ان انتم تطبعوها، والملخص انا كاتبه لكم بخط الايد عشان يبقى شبه السبوره، فما تحتاجش ان انت تكتب اي حاجه ورايا في الحصه، مجرد ان انت بتبقى مركز معايا فقط. وقت الحل بقى احنا هنحل مع بعض. طريقه الحل ازاي؟ انا حاطه قصادك اهو الملزمه وانت بتكون طابعها. هنبدا تحل السؤال وتقوم مشغل الفيديو تشوف انت حليته نفس الحل اللي انا حليته ولا لا. تمام. عشان تقدر ان انت تستفيد، مش مجرد حد قاعد لي مستمع وخلاص، لا انت بتحل معايا عشان تشوف هل انت استفدت ولا لا.
فهمت ولا لا؟ هتلاقي نفسك ساعات بتحل غلط، مفيش مشكله، مفيش اي مشاكل، احنا لسه بنجرب وبنحاول وعادي. بس هتلاقي مره على مره ان انت بدات تفهم الدنيا ماشيه ازاي، الباب ده ايه الدنيا فيه، وهتفهم خلاص ان التركات بتاعته ايه، وهتلاقي ان الدنيا معاك سهله وايه وبسيطه. خلاص يلا بقى نبدا كده باول سؤال. انا حاطه قصادي اهو القلم الجاف بتاعي والاله والملزمه وورقه. انا بحل فيزياء، يبقى طبيعي جدا ان انا لازم هحتاج ورقه على جنب ان انا احل فيها ايه الاسئله، او حاجه لو فيها ايه ارقام. ما تجيش كده بعينك وتقوم خلاص لا انا فهمت واقوم حله على طول وخلاص، لا الكلام ده ما ينفعش. انا هو مدرسه وبكون عارفه السؤال اجابته هتطلع ايه، بس برضو بورقه وقلم ولازم ايه احل، لان انا بحل فيزياء مش ماده حفظ وخلاص. خلاص اول حاجه بيقول لي عند سقوط جسما سقوطا حرا فان كميه حركته ايه اللي هيجرى لها، قلناها في الملاحظات. جسم بيسقط سقوطا حرا. الجسم هو لما بيسقط سقوطا حرا السرعه بتاعته بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد. يبقى كميه التحرك هتزداد ولا تقل؟ تزداد. خلاص يبقى نختار اول الاجابه دي تزداد. بعديها عند قذف جسم الاعلى، هو انا لما بقذف الجسم الاعلى السرعه بتاعتي بتزيد ولا بتقل؟ بتقل، لانه طالع عكس اتجاه الجاذبيه، فكميه التحرك هي ليها علاقه بالايه؟ بالسرعه. يعني البي كانت بتناسب طردي مع الفي، فالفي هنا وهو طالع قلت، يبقى كميه التحرك كمان هتقل. السؤال التالي، إذا سقط جسم من سطح مبنى سقوطا حرا فإن العلاقة الرياضية الصحيحة ما بين البي والفي أنهي؟ هو الجسم هو بيسقط سقوطا حرا السرعة بتزيد، وفي نفس الوقت كمية التحرك بتزيد. أنهي اللي بيعبر عن العلاقة أو الكلام ده؟ أول الشكل اللي هو ده. يبقى لو ده ألف مثلا اختار ده ألف. هنا بيقول لي ان السرعه بتزيد وكميه التحرك ثابته، ولا ده طبعا مش صح. هنا السرعه بتزيد وكميه التحرك بتقل، ده مش صح. خلاص يبقى اول علاقه هي اللي صح. سؤال رقم 4، اذا زادت كتله الجسم للضعف وزادت سرعته للضعف فان كميه التحرك ايه اللي هيجرى لها؟ او كاتبه واحده واحده. قال لي زادت كتله الجسم للضعف، يعني بدل ما كانت ام هتبقى قد ايه؟ هتبقى 2 ام. ماشي. وزادت سرعته للضعف، يعني بدل ما كانت في هتبقى كام؟ 2 في. يبقى كميه التحرك ايه اللي هيجرى لها؟ هقول ان البي كانت بتساوي ام في في في. هي الام بقت كام؟ 2، يبقى 2 في. الفي بقت كام؟ 2 في. 2 في 2 ب4، وام في ده كان قانون مين؟ 4 بي. يبقى لما الناتج طالع لي 4 بي يبقى كميه التحرك ايه اللي هيجرى لها؟ هتزداد لقد ايه؟ لاربعه امثالها. يبقى اختار تزداد لاربعه امثالها. ليه يقول لي حد احنا ليه ما اخترناش مثلا تزداد للضعف؟ هي دي كام؟ 4. يبقى طول ما هو رقم صحيح اشوف الرقم ده كام، يبقى دي تزداد لاربع امثالها. طلعت 6 يبقى تزداد ستة امثالها. تمام. بيقول لي اذا قلت كتله الجسم للنصف وزادت سرعته للضعف فان كميه التحرك بتاعته ايه اللي هيجرى لها؟ هكتب اللي هو قاله لي. قال لي اذا قلت كتله الجسم للنصف، قلت الكتله للنص، يبقى لما كانت ام هتبقى نص ام. وزادت سرعته للضعف، يعني بدل ما كانت في هتبقى 2 في. يبقى كميه التحرك ايه اللي هيجرى لها؟ هقول ان البي بتساوي ام في، بس في الحاله دي الام قد ايه؟ عوض عنها بنص ام، والفي عوض عنها بكام؟ ب2 في. اضرب نص في 2 على الآلة. نص في 2 على الآلة يعني هتديني 1، يعني هتديني 1 ام في، يعني تديني 1 بي كمية التحرك. يبقى كمية التحرك طلعت زي ما هي 1، يبقى ايه اللي هيجرى لها؟ ما جرالهاش حاجة، هتظل ثابتة. خلاص. لو كانت طلعت نص بي كنت هقول تقل للنصف، لو كانت ربع في كنت هقول ان هي تقل للربع، لو كانت 4 بي كنت هقول تزداد ل4 امثال، لكن هي طلعت 1 بي يبقى تظل ثابتة زي ما هي. خلاص. ندخل على الأسئلة اللي بعدها. سؤال رقم 6 بيقول لي ألقت طائرة مكافحة الحرائق وهي تطير أفقيا بسرعة ثابتة بحمولتها على غابة مشتعلة ثم أكملت بنفس سرعتها فإن كمية التحرك للطائرة بعد إلقاء حمولتها اللي هيجرى لها؟ هو بيقول لي ان ايا كانت طائره مكافحه الحرائق دي مين او بيقول لي ان هي كانت يعني طياره كانت طايره وهي بتطير راحت القت بحمولتها يعني الحموله اللي فيها، يبقى كده سرعه كتلتها زادت ولا قلت؟ يبقى الكتله هنا الام قلت. ماشي. واكملت بنفس السرعه، يعني السرعه هي ايه اللي هيحصل لكميه التحرك؟ هي الكتله قلت، يبقى البي اللي هيجراها. هو العلاقه ما بين البي والام علاقه البي والام علاقه طرديه، يبقى الام قلت يبقى كميه التحرك كمان هتقل. خلاص. جسمين لهما نفس كميه التحرك، كتله الاول كذا وسرعته كذا، فاذا كانت كتله الثاني كذا فان سرعته قد ايه؟ قلت لك اول ما يقول لي
جسمين ليهم نفس كمية التحرك، يعني بقول ان B1 بتساوي B2، واقول ان معنى كده ان M1 في V1 صح بتساوي M2 في V2. واعوض بقى بالكلام ده. هجيب الورقة بتاعتي عشان ايه ما زنقش على نفسي ايه الدنيا هنا، وابدا اكتب اهو. قلت ان هقول في السؤال، احنا في السؤال رقم ايه 7، ان B1 بتساوي B2، يبقى M1 في V1 بتساوي M2 في V2. الجسم الاولاني كتلته كام 5 في سرعته كام 20 بيساوي الجسم التاني كتلته كام 15 في سرعته دي مش موجودة وهو ايه عاوزها، واقوم عاملاها معادلة عادي. 5 في 20 بكام ب100 بيساوي 15 V2. انت عاوز قيمة مين الV2 سرعة الجسم التاني. يبقى اقول لو انا عاوز اجيب الV2 لوحدها، مين اللي مضايق الV2 جنبها ال15، يبقى اقسم الطرفين على كام على 15. اقول الطرف ده اقسمه على 15 والطرف ده على 15، يبقى الV2 هتساوي 100 على كام على 15. هعملها على الآلة هتطلع بالظبط 6.67 متر على الايه على الثانية، لان دي ايه سرعة. يبقى اختار انهي اختيار ج. خلاص يبقى اختار ج. رقم 8 الشكل الموضح. الشكل المقابل بيوضح جسم ايه كتلته ام، يعني الجسم ده اللي اسمه ايه كتلته ام وسرعته في وكمية التحرك بتاعته في، وجسم اخر اسمه بي كتلته ام على الاتنين، يعني كأنها نص ايه نص ام وكمية تحركه 2 بي، فتكون سرعته كام. هو هنا عاوز مين السرعة، ماليش دعوة بقى بكل اللي هو بيحكيه. هو هنا انا عارفة ان القانون البي بتساوي ام في في. طب لو هو عاوز الفي، قلت لك من المثلث اللي احنا عملناه في الشرح، يبقى الفي هتساوي مين بي على ايه على ام. اقوم مطبقه. هو قال لي ان البي بكام، قال لي ان كميه التحرك ب2 بي، يبقى اعوض عنها ب2 بي. وقال لي ان الام بكام بنص ام، ما هي ام على 2 يعني نص ام. 2 على نص على الآلة يديني كام 2 على النص فيها ال4، يبقى بيساوي 4 مين بي على ام. ما هو بي على ام ده كأنه مين اي في، يبقى ادينا 4 ايه في، يبقى اختار ايه 4 في. هقول تاني بيقول لي الشكل المقابل بيوضح جسم ايه، الجسم اللي هو ايه ده اللي اسمه ايه كتلته ام وهو سرعته في، فطبيعي يكون كمية التحرك بتاعته اسمها بي. والجسم الاخر بقى اللي فيه الشغل اللي اسمه بي ده كتلته ام على الاتنين، ما هو هنا في واحد انا مش شايفاه، يبقى نص ايه ما ام على الاتنين، يعني تقسمها على الاتنين كانها نص ايه نص ام وكميه تحركه 2 بي. فعاوز سرعته كام من القانون البي بتساوي ام في في. لو انا عاوز اجيب الفي قلت لك بنعمل القانون بتاعنا في مثلث اهو، بي هنا وام في في. لو عاوز تجيب الفي اقسم بي على ايه على ام. انا قسمت اهو في بتساوي بي على ام، يبقى 2 على نص والبي على الام دول اللي هم اصلا بيساوي الفي، يبقى بيساوي 4 ايه في. خلاص. الشكل الذي يمثل العلاقه بين كميه التحرك الجسم وسرعته. هو قلنا العلاقه ما بين البي والفي علاقه ايه طرديه، انهي اللي شكل من دول طردي ب. خلاص ده سؤال بقى سهل. سؤال رقم 10 بيقول لي النسبة بين القوة المحصلة المؤثرة على جسم والمعدل الزمني للتغير في سرعته. بيقول لي النسبة ما بين حاجتين، يبقى اقسم الحاجتين دول على بعض ولا اضربهم في بعض. هقسمهم على بعض، يبقى محطة شرطة الكسر بتاعتي اسمها يعني بقى شرطة الكسر. القوة المحصلة فوق يبقى الاف فوق حطيتها اهو، ومين تاني تحت القوة المحصلة المؤثرة على جسم والمعدل الزمني للتغير في السرعة. هو المعدل الزمني للتغير في السرعة ده كان تعريف مين العجلة، يبقى اف على ايه. هو اف على ايه ده بيساوي مين يا ترى، قلت لك من المثلث اللي هو احطه لكم هنا ده، الاف كانت بتساوي ام في ايه. لما انت تقسم اف على ايه يديك مين ام، اف على ايه يديك ام اللي هي مين بقى، هي الام دي رمز مين كتلة الايه الجسم. يبقى اختار كتلة الايه الجسم. عندما تؤثر قوة محصلة ثابتة على جسم ساكن، الجسم ده ليه كتلة ثابتة، فإن الجسم إيه اللي هيجراله هيتحرك بعجلة ايه منتظمة. ما ده قانون نيوتن الايه التاني. خلاص. سيارة كتلتها 1000 كيلو جرام بتتحرك بسرعة منتظمة قيمتها 20 متر على الثانية، فإن القوة المحصلة المؤثرة عليها تساوي. حد يكون مثلا نسي الملاحظة اللي أنا قلتها وهيعملها مسألة مش مشكلة، هيقول إن أنا عاوز القوة المحصلة، فأقول إن الإف
بتساوي ام في ايه. طبق يا عم، الام بكام؟ ب1000. ماشي، 1000 في العجله معاك بكام؟ يقول لي ب20. هو 20 دي عجله ولا سرعه؟ دي سرعه. فين بقى العجله اللي معاك؟ ادور عليها. والجسم بيتحرك بسرعه ايه؟ منتظمه. يبقى العجله بكام؟ بزيرو. يبقى 1000 في كام؟ في زيرو. يبقى تطلع القوه بكام؟ بزيرو. يبقى انا كنت بدل كل الحوارات دي، اول ما اشوف ان العربيه بتتحرك بسرعه منتظمه اعرف ان العجله بصفر، القوه المحصله بكام؟ بصفر. سؤال رقم 13 بيقول لي اذا اثرت قوه محصله مقدارها كام؟ 2 نيوتن. يبقى معايا الاف كده، اكتب معايا ب2 نيوتن على جسم كتلته نص كيلو جرام. يبقى معايا الكتله بنص كيلو جرام. عاوز ايه بقى انت؟ فان الجسم يتحرك بعجله مقدارها كام؟ يعني انت عاوز العجله، او معامله المثلث بتاع القانون اهو، الاف بتساوي ام في ايه. انت عاوز العجله، يبقى الايه بتساوي مين؟ اف على مين؟ على ام. طب اقسم اف على ام، الاف معايا بكام؟ ب2 والام معايا بنص، يبقى 2 على الايه؟ على النص. 2 على النص يبقى فيها كام؟ 4 متر على الثانيه ايه؟ تربيع، لان دي ايه؟ عجله، ويبقى وحدتها متر على الثانيه ايه؟ تربيع. خلاص، ندخل على سؤال رقم 14. جسم كتلته 10 كيلو جرام بيتحرك بعجلة مقدارها 2 متر على الثانية تربيع، فإن القوة المحصلة المؤثرة عليه بتساوي كام؟ مديني الكتلة ومديني العجلة وعاوز مين؟ وعاوز الاف. طب هي الاف بتساوي ايه؟ الاف بتساوي ام في ايه. انت معاك الكتله ومعاك العجله، اضربهم وهات القوه المحصله. سؤال سهل. يبقى 10 في كام؟ في 2، يبقى اديني 20 نيوتن لانها ايه؟ قوه. مجس فضائي كتلته كذا. انا مش عارف يعني ايه مجس فضائي، مش مهم يا عم. انا المهم ان انا عارفه ان الحاجه اللي معايا دي كتلتها 225 كيلو جرام. فاذا كانت عجله الجاذبيه على سطح القمر بتساوي كذا، فان وزن المجس ده على سطح القمر بيساوي قد ايه؟ هو انا عايزه ايه؟ وزنه. يعني عاوزه مين؟ الدبليو دي كانت بتساوي ام في ايه؟ في جي. هو انت عاوز وزنه فين؟ على سطح القمر. معاك الجي على سطح القمر؟ معايا الجي على سطح القمر. يبقى طبق على طول. الكتله ب 225 في الجي بتاع سطح القمر ب1 و62 من 100. اضرب الرقمين دول في بعض يبقى يطلع معايا الوزن بكام؟ هيطلع ب364 ونص جي. خلاص. رقم 16. جسم كتلته 50 كيلو جرام على سطح الارض وعجلة الجاذبية الارضية ب9.8، فان وزن الجسم على سطح الارض. اول حاجة عاوز وزن الجسم على سطح الارض. وزنه على سطح الارض يبقى هضرب كتلة الجسم في عجلة الجاذبية بتاعت سطح الايه؟ الارض. يبقى اول حاجة، اول مطلوب الدبليو هتساوي ام في جي. الام معايا بكام؟ ب50. في الجي بكام؟ ب9.8. اضرب الكلام ده في بعض هيطلع لي 490 ايه؟ نيوتن. ده اول مطلوب. كتلة الجسم على سطح القمر. هو عايز كتلة الجسم على سطح القمر. قلت لك ان كتلة الجسم في اي مكان ثابتة، يبقى انا معايا كتلته على سطح الارض هي كتلته على سطح القمر هي كتلته على سطح اي كوكب تاني. بكام؟ 50. جسم وزنه 120 نيوتن على سطح الارض، فان وزنه على سطح القمر بيساوي قد ايه؟ هو احنا قلنا بيقولك اهو، بص بقى المعلومه دي، علما بان عجله الجاذبيه على سطح القمر بتساوي سدس قيمه عجله الجاذبيه على سطح الارض. انا معايا وزنه على سطح الارض، يبقى وزنه على سطح القمر قد ايه؟ سدس وزنه ما هو على سطح الايه؟ الارض. يبقى اضرب ال 120 دي في كام؟ في سدس. يبقى الدبليو هتساوي اللي انا عايزه اجيبها، هضرب ال 120 اللي هي وزنه على سطح الارض في سدس، عشان عجله الجاذبيه قال لي ان هي قيمتها على سطح القمر سدس قيمتها على سطح الايه؟ الارض. يعني الوزن ده بيقل قيمته للايه؟ للسدس. خلاص. يبقى ما انا لما اضربه في سدس يعني كاني جبت سدس ال 120 ايه؟ كام؟ 120 لما اضربها في سدس هتطلع ب20 نيوتن. خلاص. انا ليه عملت كده؟ لان هو كده كتلته ثابته، اللي بيأثر في الوزن هو عجله الايه؟ الجاذبيه. فانت لما تضرب الوزن بتاع سطح الارض في السدس كانك جبت خلاص الوزن على سطح الايه؟ القمر. الشكل البياني الذي يمثل قانون نيوتن الثاني هو انهي؟ هو قانون نيوتن الثاني كان بيقول ايه؟ الاف بتساوي ام في ايه. طب انا اشمعنى كتبت ده؟ لان في علاقه ما بين ايه واف اللي هو عاوزها هنا في السؤال، فانا كتبت ده. تمام. الاف بتساوي ام في ايه. العلاقه ما بين الاف والام علاقه طرديه، والاف والايه علاقه طرديه. هنا دي اف 1 على ايه تربيع. لا انا معيش هنا اصلا الايه ما فيهاش تربيع ولا اي حاجه. جذر ايه واف. لا هنا A و M. هو اصلا العلاقه ما بين العجله والكتله علاقه عكسيه، فلا ده غلط وده غلط وده غلط. يبقى انا الاجابه اللي صح الف. خلاص. بعديها رقم 19.
بيقول لي القوة المحصلة المؤثرة على الجسم في الشكل ده بتساوي قد ايه؟ ده بقى شغل الترم الاولاني. لو في جسم اهو، الجسم ده 20 كيلو جرام، بيأثر عليه 4 قوى، واحدة ب200، واحدة ب200، واحدة ب770، واحدة ب800. هات القوى المحصلة بتاعت الاربعة. شغل المتجهات، اول حاجة شوف لو في قوتين عكس بعض. في دي ودي عكس بعض، قيمتهم كام؟ دي ب200 ودي ب200، وهما الاثنين عكس بعض ونفس القيمة، يبقى يروحوا مع بعض كأنهم مش موجودين. يتبقى لي الجسم بيأثر عليه قوة ب770 في الاتجاه الشمال، وواحدة بالجنوب ب800، واحدة ب770 800، والاتنين في عكس الاتجاه. يبقى اطرحهم من ايه؟ من بعض. بطرح الكبير ناقص الايه؟ الصغير. يبقى 800 ناقص 770، يبقى المحصلة بكام؟ 30 نيوتن. يبقى انا كده جبت اف محصلة عشان هحتاجها بتساوي 30 نيوتن. السؤال التاني تبع نفس السؤال، عاوز عجلة حركة الجسم بتساوي قد ايه؟ انا معايا الاف محصلة من اول سؤال، وكان معايا كتلة الجسم بكام؟ ب20. اكتب كده كتلته كمان معايا بايه؟ ب20 كيلو جرام عشان هستخدمها. عاوز عجلة حركة الجسم، يعني هنا عاوز مين؟ العجلة اللي هي الايه. قلت لك من المثلث، يبقى الايه بتساوي اف على مين؟ على ام. لما اقسم اف على ام، الاف بكام؟ ب30، والام بكام؟ ب20. يبقى 30 على 20 هيديني 1.5 متر على الثانية تربيع. خلاص. نكمل في سؤال رقم 20. اول حاجة هو كان كاتب لي بقى الملحوظة بتاعتي كده، ان انا قلت لك لو في عربية مثلا بتتحرك او اي جسم، الجسم ده بيتحرك على سطح خشن، فاكيد في قوة احتكاك. قوة الاحتكاك هتكون في الاتجاه ده لو هي قوة دفع السيارة، او قوة المحرك في الاتجاه ده. قوة المحرك اللي هي الناحية دي بسميها القوة المؤثرة، والقوة في العكس الاتجاه اسمها قوة الاحتكاك. فتبقى في الاخر القوة اللي بتحرك الجسم او القوة المحصلة بتساوي اف مؤثرة ناقص اف احتكاك. الاف المحركة دي هي الاف المحصلة بتاعتنا بتاع قانون نيوتن، بتساوي القوة المؤثرة ناقص قوة الاحتكاك. بدأنا بقى هنحل سؤال عليها. بيقول لي سيارة كتلتها 1500 كيلو جرام. يبقى اول حاجة كده في المعطيات هكتب كده هنا ان معايا اول حاجة الكتلة الام ب1500 كيلو جرام، بدأت حركتها من السكون، يبقى الفي اي بتاعتها بكام؟ بزيرو، عشان لو احتجتها في اي حاجة اكتب كده ان الفي اي بزيرو. على طريق افق تحت تأثير قوة المحرك، وقدرها 9570. قوة المحرك دي بنسميها القوة المؤثرة. قلت لك القوة اللي بتأثر على على العربية. قال لي بكام؟ ب 9570 نيوتن. ماشي. وقوة الاحتكاك قدرها، يبقى معايا كمان قوة الاحتكاك اللي هي اف احتكاك، مثلا اسميها اف احتكاك، بتساوي 8820 نيوتن. خلاص. عاوز بقى؟ اول حاجة عاوز القوة المحصلة المحركة للسيارة. يبقى القوة المحصلة بطرح القوة المؤثرة ناقص قوة الاحتكاك، يبقى هطرح 9570 ناقص 8820، هطرحهم من بعض، اطرحهم هيدوك كام؟ 750. خلاص. يبقى اول سؤال ده سهل. خلاص. يبقى انا كده جبت اف محصلة، طرحت القوة المؤثرة دي ناقص قوة الاحتكاك، ما دي من القانون بتاع اللي انا كنت كاتباه اهو. ماشي. ورحت لقيتها ان هي طلعت معايا 750 نيوتن. طب في الطلب التاني انت عاوز عاوز العجلة التي تتحرك بها السيارة. قلت لك العجلة يعني عاوز مين؟ الاي بتساوي مين على مين؟ اف على ام. انا معايا الاف القوة المحصلة جبتها في السؤال اللي النقطة اللي قبلها ب 750، ما هو السؤالين دول تبع بعض. على الكتلة معايا بكام؟ ب 1500. يبقى اقسم 750 على 1500 هيديني نص متر على الثانية تربيع. خلاص. سؤال رقم 21. مجموعتين من الطلاب بيسحب كل منهما الصندوق في اتجاهين متضادين كما بالشكل، فإذا كانت قوة الاحتكاك الصندوق مع السطح اف على 4، فإن الصندوق يتحرك أول حاجة يسارا بسرعة ثابتة، ولا يمينا بسرعة ثابتة، ولا يسارا بعجلة ثابتة، ولا يمينا بعجلة ثابتة. هو بيقول لي إن قوة الاحتكاك مع السطح باف على على 4. دلوقتي أنا لو جيت لقيت هنا ده بيسحبوا قوة اسمها 3 على 2 اف، يعني 1.5 اف، وهنا دول بيسحبوا بقوة اسمها اف. 3 على 2 ولا اف؟ 3 على 2 اكيد اكبر. 3 على 2 يعني 1.5، ما هي 3 على 2 فيها 1.5 اف، ودي قوة اسمها اف. يعني انا لو معايا دي اسمها 1.5 اف، ودي اسمها اف. وانت بتحرك جسم
واحد بيشده الناحيه دي وواحد بيشده الناحيه دي، انت هتروح ناحيه انهي قوه، الكبيره ولا الصغيره؟ الكبيره. فعشان كده هختار 1 1.5. يبقى اول حاجه هو هيتحرك يمينا، هيتحرك بقى بسرعه ثابته ولا بعجله ثابته؟ اكيد بعجله ايه ثابته. احنا كل اصلا اللي بيعاني من قوه احتكاك وفي مثلا قوه محصله في الاخر، ده بيكون تابع لقانون نيوتن، يبقى في الاخر هو في عجله اكيد. يبقى كل الاجسام اللي هي تابعه اصلا لجسم بيأثر عليه قوة، فسرعتهم بتتغير، فمعنى ان هو سرعتهم بتتغير يبقى اكيد بيتحرك، والعجلة ايه بتاعته ايه ثابتة، يعني في عجلة عموما، لكن سرعة ثابتة دي يعني العجلة بايه بزيرو، وده ما ينفعش لان احنا اصلا هنا في قوة ايه بتأثر. خلاص. سؤال رقم 22. أثرت قوة محصلة مقدارها 100 نيوتن على جسم كتلته 10 كيلو جرام، فتغيرت سرعته من 10 متر على الثانية إلى 20 متر على الثانية عند قطع إزاحة دي، فإن مقدار تلك الإزاحة بيساوي كام؟ يعني عاوز الدي دي بتساوي كام؟ أول حاجة هو مديني، أكتب كده المعطيات اللي هو مديها لي في سؤال رقم 22. مديني أول حاجة ان كان الجسم بتأثر عليه قوة محصلة مقدارها 100 نيوتن، يبقى الاف مقدارها 100 نيوتن، والجسم ده كتلته يعني الام بتاعته الكتلة بتاعته بتساوي 10 كيلو جرام. ماشي. فتغيرت سرعته من 10 متر على الثانية الى 20 متر على الثانية. من يبقى السرعة الاولى دي اسمها الايه الفي اي، السرعة الابتدائية كانت بكام؟ ب 10 متر على الايه على الثانية، والسرعة اللي بعد الى دي يبقى دي السرعة الايه النهائية اللي هي الفي ايه اف بكام؟ ب 20 متر على الايه على الثانية عند قطع ازاحة دي. هو عاوز بقى الازاحة اللي هو قطعها دي بكام؟ اول حاجة انا الحاجة اللي فيها دي يبقى برجع لمعادلات الحركة، معايا في اي ومعايا في اف وعايزة اجيب دي، ناقصني مين؟ العجلة. طب العجلة اقدر اجيبها من المعطيين دول؟ الاي بتساوي اف على ام، هقوم جايبه العجله وبعديها اقوم راجعه مطبقه في معادلات الحركه جايبه الايه الدي. الاي قلنا ان هي بتساوي اف على ام، الاف بكام؟ ب100 والام بكام؟ ب10. 100 على 10 يبقى العجله بكام؟ ب10 متر على الثانيه ايه تربيع. كده جبت العجله. خلاص. بعد ما جبت العجله ومعايا في اي ومعايا في اف وعايزه اجيب الدي ومعايا الثلاث معطيات دول، استخدم انهي معادله من معادلات الحركه؟ ابص على الاولى والثانيه، الاولى ما فيهاش دي، الثانيه فيها دي بس فيها زمن، يبقى ما ينفعش، يبقى استخدم انهي معادله؟ الثالثه. طب فين المعادلات بتاعتي؟ اهم انا كاتباهم لك اهم، ابص عليهم. الاولى ما فيهاش دي يبقى ما ينفعش وانا عايزه، الثانيه فيها دي اهو بس فيها زمن وانا هنا معيش زمن، الثالثه هي اللي ايه مناسباني اللي هي في اف تربيع بتساوي في اي تربيع زائد 2 اي دي. معايا الفي اف ومعايا الفي او والاثنين ايه خلاص، ودي هي اللي ايه ناقصاني، في مجهول ايه واحد، يبقى اقدر اجيب منها ولا لا؟ اقدر اجيب منها. اعوض في المعادله بتاعتي، الفي اف تربيع بتساوي في اي تربيع زائد 2 اي دي، وابدا اعوض. هي الفي اف اصلا كانت بكام؟ كانت ب20، يبقى 20 ايه تربيع بيساوي الفي اي تربيع كانت ب10، يبقى 10 تربيع زائد 2 في العجله طلعت معايا ب10 في دي. خلاص. 20 تربيع تطلع بكام؟ ب400، ودي تنزل 10 تربيع ب100، 2 في 10 يبقى في 20 دي. اودي ال100 دي الناحيه التانية بعكس الايه الاشاره عشان عايزه اخلي الدي دي تكون في طرف الايه لوحدها، يبقى 400 ناقص كام؟ ناقص 100 بيساوي 20 دي. خلاص. 400 ناقص 100 يعني كام؟ 300 بيساوي 20 دي. هو انت عاوز تجيب مين لوحدها؟ الدي. مين اللي مضايق الدي جنبها؟ ال20، يبقى الدي هتساوي كام بقى؟ هتساوي 300 على 20. ما هي كانت مضايقه ال20 دي، كانت مضايقه دي جنبها، فاقسم الطرفين عليها. 300 على 20 هيديني 15 متر. خلاص. يبقى الازاحه بكام؟ اختار 15 متر. خلاص. سؤال رقم 23. عربة كتلتها 1000 كيلو جرام واخرى كتلتها 3000 كيلو جرام، الاتنين بيتحركوا بنفس العجلة، فان القوة المحصلة المؤثرة على العربة ذات الكتلة الاكبر قد ايه من القوة المحصلة المؤثرة على العربة ذات الكتلة الاقل؟ هي مين العربة ذات الكتلة الاكبر اللي هي كام؟ 3000 دي. ومين العربة ذات الكتلة الاقل اللي هي ايه 1000؟ عاوز يعرف بقى القوة المحصلة المؤثرة على العربة ذات الكتلة الأكبر قد إيه من القوة المحصلة المؤثرة على العربة ذات الكتلة الإيه الأقل. هما الاتنين بيتحركوا بنفس الإيه العجلة. خلاص. هو عاوز بقى القوة المحصلة بتاعتهم. هو العلاقة ما بين الإف والإم علاقة إيه؟ طردية، يعني كل ما كانت القوة الكتلة كبيرة الإف هتكون كمان إيه كبير. خلاص. ما احنا الإف بتساوي إم في إيه،
يبقى الكتله يعني العربيه اللي هتكون كتلتها كبيره هتكون القوه المحصله المؤثره عليها ايه كبيره. فهو بيقول لي القوه المحصله المؤثره على العربه ذات الكتله الاكبر، يعني عاوز دي اللي هي 3000 دي اكيد كتلتها قوتها اللي اثرت عليها هتكون برضو ايه كبيره زيها. فانا عاوزه كده الاف بتاعه الكتله الاكبر على الاف بتاعه الكتله الايه الاصغر. يبقى هقسم ام الكبيره على ام الايه الصغيره. ام الكبيره بكام؟ ب 3000 على ام الصغيره بكام؟ ب 1000. لما اقسم 3000 على 1000 يديني كام؟ 3 على الايه على الواحد. يبقى هي قد ايه؟ 3 ايه امثله. خلاص هقول تاني، بيقول لي عربه كتلتها 1000 كيلو جرام واخرى كتلتها 3000 كيلو جرام بيتحركوا بنفس العجله، يعني اتنين العجله بتاعتهم ثابته ايه، فان القوه المحصله المؤثره على العربه ذات الكتله الاكبر قد ايه من القوه المحصله المؤثره على العربه ذات الكتله الايه الاقل. عرفت ان قانون اف بتساوي ام في ايه، العلاقه ما بين الاف والام علاقه طرديه، يعني كل ما كانت الكتله كبيره القوه المحصله المؤثره عليها تكون كبيره. فهو بيقول لي القوه المحصله المؤثره على العربه ذات الكتله الاكبر اللي هي بكام؟ ب 3000 قد ايه من القوه المحصله المؤثره على العربه ذات الكتله الايه اقل. اولا ولا عمرها هتكون نصف ولا عمرها هتكون تساوي، هشوف هي قد ايه منها. يبقى اقسم ال 3000 على 1000. طب لو كان عاوز القوه المحصله على العربه ذات الكتله الاقل للقوه المحصله المؤثره على العربه ذات الكتله الاكبر، يبقى اقسم 1000 على ايه على 3000. لكن هو قال الكتله الاكبر الاول عشان كده قسمت 3000 على ايه على 1000. طب ال 3000 على 1000 لما اقسمهم على بعض هيديني ايه 3. يبقى القوه المحصله المؤثره على العربه ذات الكتله الاكبر قد ايه من القوه المحصله المؤثره على العربه ذات الكتله الاقل؟ 3 ايه امثله. خلاص. هي الوسادة الهوائية في السيارة بتعمل على تقليل القوة التي يمكن أن يستخدم بها السائق مع عجلة القيادة، وذلك عن طريق إيه؟ إن هي بتغير زمن التغير في كمية تحرك الإيه؟ السائق. هو إحنا القانون بتاعنا الإف يا جماعة بتساوي بي على تي، يعني كل ما أنت الزمن بيكون كبير كل ما كانت القوة المحصلة المؤثرة على الجسم ايه صغيرة. العلاقة ما بين الاف والتي علاقة ايه عكسية. فهي هنا بتعمل على تقليل القوة من ان هي تغير ايه زمن التغير في كمية تحرك الايه خلاص، لان العلاقة ما بين الاف والتي علاقة عكسية. بما اننا بدأنا في الموضوع ده الاف بتساوي بي على تي، قلنا كل ما كان الزمن اللي بياخده الجسم زمن طويل كل ما كانت القوة المحصلة المؤثرة على الجسم بتكون قليله. بيقول لك ليه؟ لما بتيجي مثلا بيضه بتصطدم، يعني انا رميت بيضتين في نفس الوقت الاثنين يعني نفس البيضتين بالظبط ماشي، بس من ارتفاع معين، واحده رميتها على الارض وواحده رميتها على ايه على نزلت على وساده. بيقول لك ليه اللي بتنزل على الارض بتتكسر لكن اللي بتنزل على الوساده ما بتتكسرش؟ هيقول لي لا ده اصل المخده مش عارفه ايه والارض ناشفه. لا مفيش الكلام ده. بصوا يا جماعه اللي بتنزل على الوساده بتغوص كده جوه الوساده او الحاجه السفنج كده، بتحس ان هي بتنزل جواها فبتاخد وقت طويل عقبال ما ايه ما بتقع، فعشان كده القوه المحصله المؤثره عليها بتكون قليله، فعشان كده ما بتتكسرش. لكن اللي بتصطدم بالارض بتنزل على طول طخ كده وما بتلحقش، فعشان كده بتاخد وقت ايه قليل، فالقوه المحصله المؤثره عليها بتكون اكبر. نفس الكلام يقول لي العربيه اما بتصطدم بكومه من القش ما بتتدمرش قوي، لكن لما بتصطدم بحائط بتكون اكثر تدميرا. اللي بتصطدم بكومه من القش بتاخد وقت كده عقبال ما بتقف وبتدخل كده وتغوص جوه القش شويه وبعدها تقف، فبتاخد وقت طويل، فالقوه المحصله المؤثره عليها بتكون قليله. لكن اللي بتصطدم بالحائط بتاخد وقت ايه قليل، فعشان كده القوه المحصله المؤثره عليها بتكون اكبر. واكتب العلاقه ما بين اف وسي علاقه ايه عكسيه. خلاص. ندخل لسؤال رقم 25. سؤال رقم 25 بيقول لي ايه؟ يمثل الشكل البياني العلاقه ما بين كميه التحرك والزمن. الجسم يتحرك في جسم في خط مستقيم على سطح افقي املس تحت تاثير قوه ثابته، فان القوه المحصله المؤثره على الجسم بتساوي قد ايه؟ وعاوز القوه المحصله يعني عاوز مين؟ الاف. هشوف هنا دي علاقه ما بين بي وتي. هو انا لو جبت الميل كاني جبت مين؟ القوه المحصله، وهو فعلا عاوز القوه المحصله. يعني الميل الاسلوب فرق استادات على فرق استناد بي على تي. بي على تي ده كان قانون الاف، ما الاف كان ليها 3 قوانين، اف بتساوي بي على تي او ام في في على تي او اف بتساوي ام في ايه. يبقى هنا لو جبت الاسلوب هيساوي الايه؟ الاف. فانت هات بقى الاسلوب الميل هنا الجسم بتاعي مش بادئ من نقطة الصفر، فما ينفعش اخد اخر رقم على اخر رقم، لا يبقى هاخد اخر رقم واول قيمة واطرحهم من بعض. يبقى اقول الاف هتساوي الميل 60 ناقص ايه 20 على 4 ناقص كام ناقص صفر. خلاص. الجسم هنا اول نقطة كام 20 في المحور ده، واخر نقطه فيها كام 60، يبقى اطرح الكبير ناقص الايه الصغير، يبقى 60 ناقص ايه 20. وفي الناحيه الثانيه 60 دي بيقابلها قصادها كام 4، وال20 دي
قصادها كام؟ الخط بادئ من اول ايه كام؟ صفر. يبقى 60 ناقص 20 على 4 ناقص ايه؟ ناقص صفر. انا كنت ممكن اخد اخر رقم مع اخر رقم اللي هو 60 على 4 واجيب الميل بالطريقه دي لو الجسم بتاعي بادئ من نقطه الصفر من هنا يعني، بس هو هنا مش بادئ من نقطه الايه الصفر. يبقى الميل هيساوي 60 ناقص 20 على 4 ناقص 0، يبقى هيطلع 40 على 4. 40 على 4 فيها كام؟ 10. يبقى الوحده بتاعتي ايه؟ نيوتن، لانها ايه؟ قوه. يبقى 10 ايه؟ نيوتن. في الشكل المقابل فإن مقدار قوة الاحتكاك بيساوي قد ايه؟ أول حاجة هو هنا ده جسم بيأثر عليه قوة في الاتجاه ده ب24 نيوتن. الجسم هنا بيتحرك بعجلة 3 متر على الثانية، كتلته 5 كيلو جرام عشان مش واضحة، وبتأثر عليه قوة مقدارها 24 نيوتن. يبقى أنا كده معايا القوة المؤثرة وأقدر أجيب القوة المحصلة وناقصة قوة الاحتكاك. يبقى أول خطوة أجيب القوة المؤثرة. القوة المؤثرة ام في ايه؟ الام بكام؟ ب5 والاي بكام؟ ب3. يبقى 5 في 3 يبقى القوة المحصلة ب15 نيوتن. معايا القوة المحصلة ب15 نيوتن والقوة المؤثرة ب24 نيوتن. يبقى قوة الاحتكاك بقى الاف احتكاك اللي هو عاوزها، بص هو ده القانون بتاعي الاساسي اللي انا ببقى شغاله بيه. انا هنا معايا يعتبر الاف المحركه اللي هي المحصله، ومعايا الاف المؤثره، وعايزه اف ايه؟ احتكاك. فيبقى اف احتكاك هتساوي اف مؤثره ناقص اف ايه؟ محصله. خلاص، يبقى وقتها هقول اف احتكاك هتساوي اف مؤثره ناقص اف ايه؟ محصله او محركه. خلاص، الاف المؤثره بتاثر عليه قوه بكام؟ ب24 نيوتن. يبقى اقول 24 ناقص كام؟ الاف المحصله طلعت معايا بكام؟ ب15. يبقى 24 ناقص ايه؟ ناقص 15 يطلع ب9 نيوتن. خلاص. في الشكل المقابل رصاصة كتلتها، ده سؤال رقم 27، كتلتها 15 جرام. أول حاجة أي كتلة أنا بستعملها بالكيلو جرام مش بالجرام، فأي كتلة هتشوفها بالجرام تقوم ضاربها في 10 أس سالب 3 عشان تحولها لكيلو ايه؟ كيلو جرام. نكتب السؤال ده عشان هياخد مننا مسافة يعني. هقول كده أول حاجة إن معايا الكتلة، سؤال رقم 27، معايا الكتلة الام بتساوي 15 في 10 أس سالب 3 عشان بحول من جرام لكيلو جرام. ماشي. اخترقت قطعة من الخشب لمسافة 5 سنتي. المسافة دي يعني اللي هي الدي بتاعتي، الدي ب5 سنتي. انا بشتغل بأي طول بالسنتي؟ لا، يبقى برضه احولها من سنتي لايه؟ المتر. التحويل من سنتي لمتر يبقى بضرب في 10 أس سالب 2 او بقسم على ايه؟ على 100. خلاص. حتى توقفت. يبقى اول حاجة بيقول لي ان انا معايا رصاصة كتلتها 15 جرام، اخترقت قطعة من الخشب بمسافة كذا حتى توقفت. يبقى الفي اي بتاعتها بكام؟ بزيرو. فاذا كانت سرعتها لحظة اصطدامها بالخشب يبقى معايا لا، يبقى انا كده يا شباب معايا الفي اي ب100. خلاص، اللي هي السرعة، والفي اف هي اللي بايه؟ اللي بزيرو. خلاص. فإن مقدار القوى المحصلة المتوسطة التي أثرت على الرصاصة أثناء اختراق قطعة القشر. هو عاوز القوى المحصلة المؤثرة على الإيه؟ عاوز القوة، يعني عاوز الإف. الإف بتساوي إيه يا جماعة؟ إم في إيه؟ أكتب القانون بتاعي وأشوف وربنا يكرمني. الإف بتساوي إم في إيه؟ معاك الكتلة؟ معاك الكتلة. معاك العجلة؟ لا، مش معايا العجلة. يبقى أنا كده محتاج إن أنا أجيب مين؟ العجلة. طب أنا معايا إيه أقدر أجيب منه العجلة؟ مبصة كده، أنا معايا الفي إف ومعايا الفي اي ومعايا الدي. هل في معادله من معادلات الحركه تخليني اجيب الاي وانا معايا الثلاث معطيات دي؟ المعادله الاخيره هي اللي بتجمع ما بين الدي والاي ومفيش زمن. كاتبه المعادله الاخيره، الفي اف تربيع بتساوي في اي تربيع زائد 2 اي دي. معاك هنا الفي اف معاك الفي اي ومعاك الدي وناقص لك الاي واقوم معوضه. الفي اف تربيع بكام؟ بزيرو. يبقى اكتب ايه؟ خلاص هي زيرو. بيساوي الفي اي تربيع كانت ب100، يبقى 100 ايه؟ تربيع زائد 2 في العجلة في الدي اللي هي معايا بكام؟ ب5 في 10 أس سالب ايه؟ 2. بس دي ايه؟ احاول اضربها قبل ما ايه؟ ما اكتبها. خلاص. 100 لما تتربع هتبقى بكام؟ سالب ايه؟ 10,000. ووديها الناحية التانية تيجي بالايه؟ بالسالب. يبقى سالب 10,000. هي لما اتربعت ب10,000، بس انا وديتها الناحيه التانية عشان اخلي الطرف اللي فيه مجهول في ناحيه والطرف اللي فيه ارقام في ايه؟ في ناحيه. 2 في 5 في 10 أس سالب 2 ده هيطلع لي ب1
1/10. الاتنين لما تضرب في 5 في 10 أس -2 تطلع 1/10، والايه تنزل زي ما ايه، زي ما هي. انا عاوزه اجيب مين؟ قيمه مين؟ الايه. عاوزه اجيب قيمه الايه. طب مين اللي مضايقها جنبها؟ 1/10، يبقى اقسم الطرفين على 1/10. خلاص، دي هتروح مع دي، يتبقى لي ان الايه هتساوي كام؟ هيتبقى لي ان الايه هتساوي سالب 100,000. خلاص، متر على الثانية ايه تربيع. هو عاوز مين؟ القوة. يبقى الاف هتساوي ام في ايه؟ كان معايا الكتلة ب15 في 10 أس -3، هضربها في سالب 100,000. حط كل الكلام ده على الآلة، هتطلع معايا الاف ب1500. خلاص، ب1500، ودي قوة يبقى اكتبها بالايه؟ بالنيوتن. اتأكد من الكلام ده اهو. بصوا، 15 في 10 أس -3، الأول أضربها لإيه؟ لوحدها عشان تتحول. طلعت بالرقم ده، أضربها في 100,000 كام؟ ب1500. خلاص، السالب بقى خلاص مش ايه، مش مهم. سؤال رقم 28. جسم وزنه، يبقى احنا هنا اخترنا 1500. يلا يا شباب، السؤال رقم 28 بيقول لي جسم وزنه دبليو بيسقط من السكون سقوطا حرا. يبقى اول حاجه معايا الفي اي بتساوي كام؟ سؤال رقم 28، جسم وزنه دبليو بيسقط من السكون سقوطا حرا. يبقى اول حاجه معايا الفي اي بكام؟ بزيرو، من قمه مبنى ارتفاعه دي ليصل الى سطح الارض بعد زمن تي، فان كميه تحرك الجسم لحظه اصطدامه بسطح الارض بتساوي قد ايه؟ وعاوز كميه التحرك، بيقول لي بدلاله مين؟ الوزن والزمن. خلاص، وفيها واحده فيها الوزن والدي. انا هشوف وهقيمها. هو اول حاجه الجسم الفي اي بتاعته بزيرو، وعاوز كميه التحرك لحظه اصطدامه بسطح الارض، يعني البي بتساوي ام في في ايه؟ اف. خلاص، ما هو عاوز لحظه اصطدامه سطح الارض، يبقى اكيد السرعه لحظه اصطدامه سطح الارض من السرعه ايه؟ ابتدائيه، دي سرعه ايه؟ نهائيه. الاول حاجه هشوف الام هنا بتساوي ايه. ماشي، يعني هشوف الام قانونها هيكون ايه، هجيبها منين، والفي اف هجيبها منين. فاقسم كده صفحتي ناحيتين. الام من قانون نيوتن بتساوي اف على ايه. خلاص، هو هنا القوه اللي بتاثر على الجسم وتخليه يسقط هي قوه ايه؟ وزنه. يبقى الام هنا هتساوي دبليو على ايه. خلاص، يبقى انا هنا كده اتفقت ان الام لو عايزه اجيبها هكتب بدلاله دبليو على ايه. يبقى جبت حاجه فيها دبليو. هشوف بقى الناحيه الثانيه، الفي اف السرعه النهائيه عاوز تجيبها، هتجيبها من معادلات الايه؟ الحركه. طب من انهي معادله؟ هو الجسم بيقول لي ان هو سقط من قمه مبنى ارتفاعه دي، يبقى معايا اول حاجه ازاحه، وكان الفي اي بتاعته بزيرو. ماشي، وبعد زمن يبقى معايا تي. ماشي، يبقى لو انا كده عاوزه اجيب الفي اف هستخدم انهي معادله؟ هستخدم المعادله الثانيه، لان الوحيده اللي بتجمع ما بين دي وتي وفيها في ايه؟ اف. الدي بتساوي في اي، ولا نستخدم المعادله؟ خلاص، خلينا نستخدم المعادله الاولى عادي، بلاش المعادله دي ونستخدم المعادله الايه؟ الاولى، عشان ما يبقاش في حاجه ايه؟ فيها تعب. الفي اي معايا بزيرو، ومعايا زمن، ومعايا خلاص ان الجسم اكيد بيتحرك بايه؟ بعجله. اول حاجه المعادله بتاعتي اللي هي بتاعت الفي اف بتساوي في اي زائد الاي في تي. المعادله الاولى هي، انا مع المعادلات اللي فيها في اف المعادله الاولى والثالثه. المعادله اللي احنا كنا هنكتبها دي ما فيهاش في اف، فهستخدم المعادله يا اما الاولى والثالثه. الثالثه بتقول في اف تربيع بتساوي في اي تربيع زائد 2 اي دي، فانا هنا عاوزه حاجه فيها ايه؟ زمن. خلاص، عشان اقدر ان انا اجيب بدلاله الايه؟ الدبليو والايه؟ والتي. ما انا هنا جبت حاجه فيها دبليو، عايزه حاجه فيها تي. يبقى الفي اف بتساوي في اي زائد اف تي. الفي اف هنا بكام؟ بزيرو، فهتشال خالص. يبقى الفي اف هتساوي هنا ايه؟ ايه في تي. يبقى انا كده جبت قيمه الفي اف وجبت قيمه للام. خلاص، اقوم جايه انا قلت ان البي بتساوي ايه؟ كميه التحرك ام في في. اعوض عن الام بالحاجه اللي انا جبتها لها. جبت ان الام بتساوي دبليو على ايه. طب وجبت ان الفي بتساوي مين؟ A في تي. خلاص، الاي تروح مع الايه؟ مع التي، يتبقى لي دبليو في ايه؟ في تي. يبقى كميه التحرك هتساوي دبليو في ايه؟ في تي. يبقى اختار دبليو في تي. هقول تاني، سؤال رقم 28 كان بيقول لي جسم وزنه كذا دبليو يسقط من السكون سقوطا حرا من قمه مبنى ارتفاعه دي ليصل الى سطح الارض بعد زمن تي، فان كميه تحرك الجسم لحظه اصطدامه سطح الارض بتساوي قد ايه؟ وجايب لي الاجابات بدلاله الوزن والدي، يا اما الوزن والتي، يا اما هما الوزن والتي، يا اما الوزن والدي، يعني وزن وزمن او وزن وازاحه.
فاول حاجه جبت البي بتساوي ام في اف، خلاص، لان هو عاوز كميه التحرك لحظه وصوله لايه، لسطح الارض. الام بقى هنا هتساوي ايه؟ الام بتساوي في الطبيعي اف على ايه. طب هنا القوه اللي بتاثر على الجسم عشان يسقط سقوطا حرا هي قوه ايه؟ وزنه. مش الوزن هو قوه جذب الارض للجسم، هو فعلا هي دي القوه اللي جذبته ووصلته سطح الارض، يبقى الام بتساوي دبليو على ايه في الحاله دي، خلاص. وجبت الام بتساوي دبليو على ايه وسبتها على جنب. بعديها كنت عاوزه اجيب الفي اف بتساوي ايه. هنا المعادله الوحيده اللي فيها في اف هي الاولى والثالثه، الثانيه ما فيهاش في اف، فيها في اي. الاولى بتقول ايه؟ في اف بتساوي في اي زائد اف تي، في اف بتساوي في اي زائد اف تي. الفي اي هنا بكام؟ بزيرو، يبقى شلتها خالص، يبقى الفي اف بتساوي اف ايه في تي. رحت جبت البي بتساوي ام في، عوضت عن الام بالحاجه اللي انا جبتها لها والفي بالحاجه اللي انا جبتها لها، وطيرت هنا الايه تروح مع الايه، لان واحده فيهم في البسط وواحده في الايه في المقام، يعني كانهم اتقسموا على بعض. ايه على ايه؟ خلاص كأن بقول ايه مثلا 2 على 2 فيها الكام؟ فيها الواحد. 3 على 3 فيها الواحد، فهم خلاص راحوا مع ايه؟ مع بعض. يبقى لي دبليو في ايه؟ في تي، يبقى اختار هنا دبليو في تي. سؤال رقم 29. جسمين متصلين بحبل مهمل الكتلة وموضوعين على سطح أملس، فإذا أثرت قوة خارجية اسمها اف كما بالشكل تحرك الجسمين معا فإن بعجلة منتظمة، فإن قوة الشد في الحبل. بصوا يا جماعة، هو هنا عاوز قوة الايه؟ الشد. أول حاجة قبل ما أجيب قوة الشد في الحبل اللي هي اف تي، هنا أي كتل، الكتل دي اسمها الكتل الايه؟ المتلاصقه او المتلامسه. الكتل دي بتكون كلها بتتحرك بنفس العجله، يعني لو الجسم ده بيتحرك بعجله مقدارها 2 هيكون نفس الجسم ده كمان بيتحرك بعجله مقدارها نفس الايه؟ الاثنين. فهجيب العجله ليهم كلهم. الايه هتساوي، هي الايه في الطبيعي بتساوي اف على ايه؟ على ام. بس هنا الاف كلها بكام؟ الاف هكتبها اف لان انا معيش غير ايه؟ معيش ارقام، على ام. طب الام الكتله كلها بكام؟ ام زائد 2 ايه؟ ام. ام زائد 2 ام يبقى اديني كام؟ 3 ايه؟ ام. يبقى الايه بتساوي اف على ايه؟ 3 ام. هكتبها زي ما هي لان خلاص مفيش ايه؟ مفيش ارقام. دي اول حاجه جبت الايه. بعديها عاوزه قوه الشد في الحبل. قوه في انهي حبل ده؟ هو الحبل ده بيشد انهي قوه؟ القوه دي. يبقى الاف، هي الاف بتساوي ايه؟ ام في ايه. يبقى هو بيشد انهي كتله دي، يبقى الام بتاعتها اللي هي باسمها ام في الايه اللي احنا جبناها بكام؟ باف على 3 ام. الام تروح مع الايه؟ مع الام، يتبقى لي اف على الايه؟ على 3. خلاص. دي اسمها مسائل الكتل المتلاصقه. الكتل المتلاصقه او الكتل المتلامسه ايا كانت هي اللي بيكون ما بينهم قوه، يعني الشكل بالمنظر ده او ده، وبيكون ما بينهم قوه شد. ماشي. الاول بجيب العجله اللي بيتحركوا بيهم كلهم واحد، يعني العجله اللي بيتحرك بيها الكتله دي هي العجله اللي بيتحرك بيها نفس الكتله دي برده بنفس الايه؟ القيمه. فهجيب العجله اللي بيتحركوا بيها كلهم. الايه بتساوي اف على مجموع الكتل. هنا اف باف، مجموع الكتل بكام؟ ام زائد 2 ام. لو كان في كتله ثالثه كنت هجمعها معاهم برده. خلاص. ام زائد 2 ام يبقى 3 ام، يبقى العجله باف على 3 ام. بعدها عاوزه قوه الشد في الحبل ده. اهو هنا هو الحبل ده بيشد انهي كتله؟ الكتله اللي قبليه اللي هي مقدارها كام؟ ام. يبقى الكتله بكام؟ بام على ما الاف بتساوي ام في ايه؟ الام اهي كتله على الايه بكام؟ باف على 3 ام. طب لو كان عاوز الاف دي، هشوف الاف دي بتشد انهي ايه؟ كتله. بتشد كتلتين قبلها يعتبر، واقوم جمعاهم واقوم ضربها في الايه؟ في الايه. خلاص. ثلاثه كتل اللي اسمها ام و2 ام و3 ام متصله بواسطه خيطين مهملي الكتله موضوع على سطح افقي املس. عندما تاثر قوه محصله اسمها اف على الكتله ام كما بالشكل، فان قوه الشد عند الحبل اللي اسمه تي 2 بتساوي قد ايه؟ الاول انا قلت لك ان انا بجيب، لو هو عاوز قوه الشد في اي حبل لازم اجيب العجله اللي بيتحركوا بيهم ايه؟ كلهم الاول. العجله اللي بيتحركوا بيهم قلت لك هقول ان الاف على مجموع الايه؟ الكتل. الاف على مجموع الكتل بكام؟ ام زائد 2 ام يبقى 3 ام. 3 ام و3 ام يبقى كام؟ 6 ايه؟ ام. يبقى هنا العجله باف على 6 ايه؟ ام. بعديها هو عاوز قوه الشد في انهي حبل؟ في قوه الشد في الحبل تي 2. ماشي. بس هبص على الاجابات هلاقيها ان هو ساعات جايبها بدلاله الاف وساعات جايبها بدلاله تي 1، فلازم برضو هحتاج ان انا اجيب تي ايه؟ 1. بس الاول اجيب تي 2 بتساوي كام. ماشي. هشوف تي 2 بتساوي كام. هو عاوز قوه الشد في انهي حبل؟ اللي هي تي 2 دي، اللي هي دي. هي تي 2 دي بتشد كام كتله؟ 2 قبلها اللي هم كام؟ ام و2 ايه؟ ام. يبقى هجمع دول الاول، ام و2 ام بكام؟ ب3 ام. يبقى 3 ام مضروبه في اف على 6 ايه؟ ام. الام تروح مع الام، يتبقى لي 3 في اف على الايه؟ على 6. يبقى تي 2 هتساوي 3 في اف على 6. خلاص.
طب قوة الشد بقى، انا هبص على الاجابات دي 3 في اف على 6 مش هلاقيها موجودة. طب انا كده يبقى هي اكيد بدلالة تي واحد. طب اجيب تي واحد دي الاول بتساوي كام؟ هي تي واحد دي اللي هي دي اشوفها بتساوي كام. هتساوي ام، ما هي ما بتشدش غير كتلة قبلها واحدة اهي اللي هي اسمها ام في كام؟ في العجلة، يبقى في اف، مع العجلة بتاعتهم كلهم على 6 ام. الام تروح مع الام يتبقى لي اف على ايه؟ على 6. دي تي واحد ودي 2، 3 اف على 6 ودي باف على 6، يبقى تي 2 قد ايه من تي واحد؟ لو بصينا كده قد ايه، وشايفين الرقم ده اف على 6 وده اف على 6 اللي زايد عليه قد ايه، يبقى ده تي 2 قد ايه من اف من تي واحد؟ 3 ايه امثاله. ما احنا لو ودينا اف على 6 مع اف على 6 يتبقى لي هنا ان تي 2 3 مرات تي ايه واحد، يبقى 3 من تي ايه من تي واحد. خلاص. طب انا مش عارفه اجيبها كده ازاي. اقسم على الآلة، تلاتة على 6 اللي موجودة هنا على 1 على 6 اللي موجودة هنا هيديك ان هي 3 ايه امثالها. خلاص. يبقى كده تي 2 كانت 3 من تي واحد. اوكي، اللي ما فهمهاش يحاول ان هو يعني يعيد السؤال تاني. انا قلت لك ان احنا في مسائل الكتل المتلاصقه بنجيب العجله بيتحركوا بيهم كلهم الاول. العجله بتساوي القوه على مجموع الكتل. خلاص. جبتها باف على 6 ام لان ام و2 ام و3 ام يبقوا 6 ام، اف على 6 ام. وبعديها هو عاوز قوه الشد في الحبل اللي اسمه تي 2. طب الحبل تي 2 ده قبليه كام قوه؟ 2، يبقى بيأثر على الكتلتين دول. اجمعهم الاول ب3 ام. هي اصلا قوه الشد او اي قوه بتساوي ايه؟ ام في ايه، يبقى 3 ام في الايه اللي بيتحركوا بيهم كلهم اف على 6 ام، يبقى 3 ام في 6 في اف على 6 ام. الام تروح مع الام يتبقى لي 3 اف على الايه على 6. بعديها لقيت ان الاجابه مش موجوده، فقلت ان هو جايب الاجابه بدلاله حاجه تانية، بدلاله تي واحد قوه الشد اللي هي اسمها تي واحد. رحت جايبه التي واحد دي بتساوي ايه؟ التي واحد بصيت عليها لقيتها هنا اهو بتشد مين؟ بشد الام. يبقى ام في العجله كتله في عجله، ام في ايه؟ العجله معايا اهي باف على 6 ام، يبقى ام في اف على 6 ام. الام تروح مع الام يبقى يتبقى لي باف على 6. طب الاف على 6 دي قد ايه من تي 2؟ خلاص. يبقى التي 2 دي بتساوي قد ايه من تي واحد؟ 3 ايه مرات. خلاص. خلاص احنا كده يعتبر حلينا، يعني فاضل لنا هم بس سؤالين على الباب ده وخلاص كده يبقى احنا حلينا كل الاسئله الموجوده في الملزمه وكل الافكار اللي موجوده على الجزئيه دي. ماشي. بصوا بقى السؤال رقم 31 دي اسمها افكار مسائل البقره، ودي برضو حاجه كده مستوى عالي من الاسئله. لو قالك ان هو عاوز اي حاجه في مساله شبه المساله دي هي اسمها مسائل الايه البقره، بيطلب منك حاجتين. ايه الحاجتين اللي بيطلبهم مني؟ يا اما يطلب مني العجله اللي بيتحركوا بيها، يا اما يطلب مني قوه الشد في الحبل. هو الشكل بيكون بتاع الرسمه كده واسمها مسائل الايه البقره. بيطلب مني كام حاجه؟ يا اما يطلب مني العجله اللي بيتحرك بيها الثقلين، يا اما يطلب مني حساب قوه الشد في الايه في الحبل. طب انا يا سيدي لو طلب مني اكتب لك القانونين، اسمها مسائل الايه البقره. مسائل البقره بتكون راسمها لك. ماشي. لو عاوز عجله الحركه هقول ان الايه بتساوي مين؟ بيكون في كتلتين من ناحيتين البقره كده، كتله بتكون مثلا ب75، واحده صغيره وواحده ايه كبيره. فلو عاوز العجله اللي هي الايه، ايه القانون اللي هستخدمه؟ هقول ان الايه بتساوي ام الكتله الكبيره ناقص ام الكتله الايه الصغيره، طرحهم من بعض في قوس، على ام الكبيره يعني الكتله الكبيره زائد ام الايه الصغيره. القانون ده اكتبه معايا. ماشي. كل ده مضروب في مين؟ في الجي اللي هي عجله الايه الجاذبيه. طب لو عاوز قوه الشد اللي هي اسمها الاف تي، قال لك قوه الشد في الحبل، هم دول الطالبين اللي بيطلبوا في المسائل دي. قوه الشد هتساوي ايه بقى لو عايز تجيبها؟ هتقول 2 ام الكبيره الكتله الكبيره في الكتله الصغيره، يعني دول مضروبين في بعض، 2 في الكتله الكبيره في الكتله الصغيره على ام الكبيره الكتله الكبيره زائد ام الصغيره. وهكتبه لكم برضو وابعته لكم على الجروب باذن الله
عشان تشوفوا كل ده مضروب في مين؟ في الجي اللي هي ايه؟ عجلة الجاذبية. يعني مثلا هنا في السؤال بتاعنا مديني كتلتين، واحدة ب5 وواحدة بايه؟ ب7، هو عاوز مين؟ العجلة. قلت لك لو عاوز العجلة ده القانون الايه اللي هستخدمه اللي هو بتاع الايه ده. طب اطبقه هنا كده، يلا. الايه هتساوي، قلت لك بفتح شرطة كسر الاول، الكتلة الكبيرة ناقص الكتلة الصغيرة. الكتلة الكبيرة بكام؟ ب7، يبقى 7 ناقص ايه؟ 5 على الكتلة الكبيرة زائد الكتلة الصغيرة، يبقى 7 زائد 5. كل ده مضروب في مين؟ في الجي اللي هي عجلة الجاذبية اللي هي بكام؟ ب10. واعمل الكلام ده على 7 ناقص 5 ب2 على 7 زائد 5 ب12 مضروب في كام؟ في 10. اضرب كل ده يطلع 1.67. طب لو عاوز قوة الشد وقتها قلت لك 2 في ام كبيرة في ام صغيرة. طب تعالى نطبقها هنا على نفس السؤال، يبقى 2 في كام؟ في 7 في كام؟ في 5 على ام كبيرة زائد ام صغيرة، يبقى 7 زائد ايه؟ 5 يعني كام؟ 12. كل ده مضروب في مين؟ في 10. خلاص، طبق كل ده وشوف هيطلع بكام، والقوة تكون وحدتها ايه؟ نيوتن. سؤال رقم 32. اول حاجة بيقول لي ايه؟ يجر فيل ساقا خشبيا كتلتها نص طن. نص طن يبقى الكتلة بتاعتها بكام؟ نص طن يبقى الكتلة ب500 كيلو جرام، ما الطن 1000 كيلو جرام، يبقى هو كتلتها نص طن يبقى 500 كيلو جرام. ماشي. بسرعة ثابتة بواسطة حبل بيصنع زاوية 60 درجة مع الأفق كما بالشكل، فإن إذا علمت أن قوة الاحتكاك بين الساق والأرض 200 نيوتن، فإن قوة الشد في الحبل. بصوا يا شباب، هو في قانون بستخدمه لما بيكون ده في أي زاوية وهو عاوز قوة الشد في الإيه؟ في الحبل. إيه هو القانون ده؟ القانون ده بيقول لي إن الإيه؟ إن الإف تي كوزين الثيتا مالها؟ بتساوي القوة المحصلة، ماشي، زائد قوة الإيه؟ الاحتكاك. يبقى اللي بره دي مين؟ القوة الايه؟ المؤثرة. هو انت عاوز مين؟ قوة الايه؟ الشد. معاك الثيتا بكام؟ معايا. معاك الام في ايه؟ هتقدر تجيبهم؟ معايا. قوة الاحتكاك معايا. خلاص، وابدا اطبق ايه على الكلام ده واحدة واحدة. انت عاوز تجيب مين؟ الاف تي. هكتبها لكم كده هنا. يبقى المسائل بتاعة الفيل ومديك زاوية وعاوز قوة الشد، ده القانون اللي بستخدمه. هو عاوز مين هنا؟ الاف تي. يبقى انا هطبق الباقي واشوف المجهول الواحد هو هيكون مين؟ قوة الشد اللي هي الاف تي. هقوم قايله القانون بتاع اف تي في كوزين سيتا اف تي، دي المجهولة اللي عندي. ماشي. كوزين سيتا يعني كوزين كام؟ كوزين 60. كوزين 60 بكام؟ بنص، بس انا هكتبها كوزين 60 دلوقتي. بيساوي ام في ايه؟ يعني الكتلة في الايه؟ في العجلة. هو قال لي هنا ان الكتلة في العجلة كلها على بعض، ان الجسم اصلا بيتحرك بسرعة ايه؟ بسرعة ثابتة. يبقى القوة المحصلة او ام في ايه كلها بكام؟ بزيرو. هو قال لي ان هو بيتحرك بسرعة ثابتة، يبقى كلها القوة المحصلة بزيرو، زائد اف احتكاك يعني قوة الاحتكاك. قال لي ان علامة ان قوة الاحتكاك بالسطح ايه؟ 200 نيوتن، يبقى زائد 200. خلاص، يبقى الزيرو ده ولا كأنه موجود. يتبقى لي ان اف تي كوزين 60 بنص، يبقى اف تي في نص بتساوي كام؟ 200. انا عاوزه اجيب مين؟ الاف تي. يبقى الاف تي هتساوي 200 على الايه؟ على النص، يبقى تطلع بكام؟ 400 نيوتن. اتبقى لي ان الاف تي في نص بتساوي 200. انا عاوزه الاف تي لوحدها، يبقى قسمه الطرفين على كام؟ على نص. كده احنا خلصنا كل الاسئله. اسئله الاخيره اللي حليناها مستويات عليا، مجرد مش افكار كده عاديه، يعني هتلاقوها في كتاب الامتحان مثلا موجوده في الافكار الاسئله اللي هي المتميزه. مطلوب منكم بقى ان انتوا تطبقوا على الجزء ده. هقول لكم على الحاجات اللي انتوا هتحلوها وتطبقوا عليها بنفسكم باذن الله. ولو حد لسه واقف معاه اي حاجه في الجزئيه دي يبدا يبعت لي. الاسئله اللي من بعد رقم 32 دي تبع الباب اللي ايه اللي بعده، اللي هنحلها باذن الله لما نشرح المره الجايه الجزء الايه الثاني. اسئله برضو ايه كويسه وافكارها كويسه. تمام. يا ريت الناس تكون استفادت ونذاكر الجزء ده كده كويس. الملاحظات اللي انا كتبتها والحاجات الزياده اكتبوها كده، هتلاقوا ورقه في اخر المنظمه فاضيه اكتبوها، ممكن تزودوها عندكم. اهم حاجه بس ان احنا نذاكر ونتابع اول باول. يا ريت. بس اشوفكم على خير بقى. بس كده يا شباب، كده احنا باذن الله خلاص الفصل ده احنا او الباب ده لميناه
لما محترمه، اللي هو انا الشرح بقيت عارف كل جزئيه فيه، الحل اعرف احل اي مساله فيه. الاهم من كل ده بقى ان انا ابدا اطبق. انا خلاص كده لميت لكم كل حاجه فيه والدنيا بقت سهله. لو انت بدات تطبق وحليت مثلا حوالي 20 سؤال على الجزئيه دي، انت خلاص تمام. الجزء ده انت مش محتاج ترجع له غير ليله الامتحان، بس الدنيا سهله وبسيطه. احنا كده خلاص يعتبر لمينا تلت المنهج، لان الفصل ده حرفيا بيجي فيه في الامتحان تلت اسئله الامتحان. انتوا عارفين التلت ده يعني اللي هو تلت الدرجات كلها على بعض. يعني مثلا لو الامتحان بتاعي يشوفوا بقى مثلا من 18، يعني انت لميت 6 درجات من ايه؟ من 18. فانا احاول على قد ما اقدر كده ان انا خلاص انا فهمت، ابدا ان انا بقى اطبق واحل ايه اسئله من نفسي. خلاص احنا كده خلاص خلصنا الباب التاني ده كله على بعضه، اللي هو كان مفيهوش غير الفصل ده. وهنبدا باذن الله الحصه الجايه في الباب اللي بعده. هتلاقي ان المنهج كله هم 3 ابواب، هياخدوا مننا 3 حصص. زي ما قلت لكم الحصه الاخيره دي هتكون بقى حل امتحانين شاملين على المنهج ايه كله، واللي هو بنراجع مع بعض شويه حاجات بسيطه. خلاص عاوزه رايكم بقى في الحصه، ولو حد عاوز يضيف اي حاجه لزمايله. وزي ما قلت لكم الناس اللي عايزه تشترك في الكورس بتاعنا الرقم موجود هنا اهو للحجز. تفضلوا هتبعتوا بس رساله تقولوا احنا عايزين نشترك في كورس الفيزياء بتاع اولى ثانوي، هبعت لكم التفاصيل وازاي ان انتوا تشتركوا، هيكونوا معاكم يعني خطوه بخطوه، ما تقلقوش باذن الله. بس كده دي كانت حصتنا، اشوفكم في الحصه الجايه على خير.